بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اخبار حضراتكم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ميعادنا النهارده مع ليكتشر بي، ليكتشر 1 بارت بي، اللي هو تكمله للدرس الاولاني في الشابتر اللي خدناه. وان شاء الله زي ما احنا متفقين ميعادنا النهارده هيكون مع حل الهوم ورك. بس في حاجات لازم تكون واخد بالك منها في بدايه الحصه. اي حصه هوم ورك زي النهارده كده ما ينفعش انك تكون بتتفرج عليها الا لما تكون عامل حاجتين. رقم واحد، الحاجه الاولى اللي لازم تكون عاملها انك تكون مذاكر الواجب مذاكر الدرس بتاعك كويس جدا جدا. رقم اتنين والاهم، انك تكون اوريدي حليت الواجب. يعني ايه؟ حل الهوم ورك انت اللي بتبدا بيه، مش انا اللي ببدا بيه، وبعد كده حضرتك بتيجي تراجعه معايا. يعني انا اذاكر واجي اتفرج على حل الهوم ورك دايركت مع حضرتك يا مستر؟ لا، حضرتك تذاكر ثم بعد كده تعمل ايه؟ تحل الهوم ورك، وبعد كده تجيلي تشوف المشاكل اللي عندك. طيب انا حليت الواجب وصححت، هل انا ملزم ان انا اتفرج على الفيديو كله؟ لا، برضه حضرتك ملزم انك تتفرج على الاسئله اللي حضرتك واقفه معاك. يعني ايه؟ هتفضل تجري في الفيديو. انا مثلا اول ما بدات اول سؤال عطل معايا كان سؤال رقم 10، يبقى هتلاقيني ببدا من الاول. خلاص ما تتفرجش على الاول، ما انت اوريدي عارفه، انت صححت بالجايد انسر اللي انا مسلمه لك، فبالتالي انت مش محتاج انك تتفرج على الحل تاني. وفر الوقت ووفر المجهود ده ليك. تيجي تبدا من اول السؤال اللي انت واقف فيه. طبعا عندي اسئله كتير، اقعد قطع في الفيديو لحد ما توصل للاسئله اللي انت واقف فيها. وده السيستم اللي هنفضل ماشيين بيه ان شاء الله طول السنه كلها. اتمنى انك تكون فهمت. كده كفايه انترو، نبدا في الليسون على طول. وتعالى معايا اقول لك احنا عندنا ايه النهارده. الاول حاجه انا بقسم لك الهوم ورك عندنا الى بارتين. البارت الاولاني اسمه ورك شيت، دي بتبقى اسئله في ليفل بسيط، المفروض ان احنا بنبقى بنحل جزء منها اثناء الشرح، وبعد كده بيبقى في اسئله هوم ورك كلهم مع بعض. النهارده عندي 72 سؤال. تعالى كده بسرعه نفهم احنا خدنا ايه. احنا المره اللي فاتت خدنا البريدكتيبل، وبعد كده خدنا الدي بلوك، خدنا الترانزيشن اليمنت، وخدنا الكونفجريشن، وخدنا الاكسيديشن نمبر والاكسيديشن بروسيس. كل ده خدناه المره اللي فاتت. فالاسئله بتاعتنا النهارده كلها ليها علاقه بالفور بوينت اللي احنا اتكلمنا عليهم كده. السؤال الاول هتلاقيه في الورك شيت عندك معايا كده بسرعه، بيقول لك البريودك تيبل المين ترانزيشن اليمنت ستارت باي ايه؟ يعني هو بيسال حضرتك بيقول لك هي ستارت بجروب مين؟ لو انت تفتكر كده معايا، بص كده حضرتك معايا، ادي الدي بلوك صح؟ وكنا بنبدا باكتر من جروب. مين هم؟ اول حاجه كان جروب ال 3 بي، وكان بيتكتب كده 3 بي، دي او دي الاثنين صح. فهو بيقول لك الترانزيشن اليمنت، كلمه المين ترانزيشن اليمنت يعني يقصد بيها الدي بلوك. فالدي بلوك كلها ستارت باي ايه؟ ده سؤال سهل، فتبقى الاجابه بال 3 بي، فتبقى اول واحده مين؟ تبقى اول واحده سي. سؤال لطيف. قدرت افتح ورقه المفاهيم او الملزمه بتاعت الشرح اللي انا مسلمها لك، هتلاقي التيبل قدامك تقدر تختار على طول. السؤال اللي بعده بسرعه كده، الدي بلوك مالها يا دكتور؟ كونتين كام فيرتيكال كولوم وكام جروب؟ هو في يا مستر اختلاف ما بين الفيرتيكال كولوم والجروب؟ طب ما هم الاثنين عواميد. في فرق كبير جدا. بص يا دكتور، الفيرتيكال كولوم لما تيجي انت تعد كده معايا الجزئيه دي، كلمه الفيرتيكال كولوم يعني كام كولوم كده؟ هتقول لي اول حاجه ببدا بال 3 بي، وبعد كده ال 4 بي، وبعد كده الايه؟ ال 5 بي، ثم 6 بي، وبعد كده 7 بي، وبعد كده 8. 8 و8 فاكرهم دول اللي كنا قلنا عليهم ايه؟ ان هم سيميلر في البروبرتي. وبعد كده بنقول 1 بي، وبعد كده بنقول 2 بي. تفتح ورقه المفاهيم، اول ورقه عندك هتلاقي البريدكت تيبل موجود بالشكل ده. طب الكولوم يا مستر هم عباره عن ايه؟ الكولوم هم عباره عن كل دول. فدول كام كولوم؟ عد كده معايا، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كولومز. طب يا مستر معلش هم كده كام جروب؟ الجروبز اللي هي الارقام اللي فوق دي، ده واخد رقم 3 بي يبقى ده رقم 1، ده 4 بي يبقى رقم 2، 5 بي يبقى رقم 3، 6 بي رقم 4، 5. بص بقى،
ده كام؟ ده 8 يعني مختلف عن ده، يبقى ده كام؟ 6. بس ده 8 زيه يبقى ما عدوش. ده 8 زي ده زي ده يبقى ما عدوش. يبقى الجروب هي الارقام المختلفه اللي فوق، وهنا 1. طب بعد الستة يبقى ده 7، بعد ده 1 وده 2 يبقى 8. يبقى عندي كام فيرتيكال كولوم؟ تقول لي 10. عندي كام فيرتيكال جروب؟ هتقول لي 8. فتبقى الاجابه 10 فيرتيكال كولوم 8 جروب. يبقى الاجابه بالنسبه لي from number 2 هتبقى LD. رايت. اللي بعده بيقول لك بعد كده ايه؟ ان الدي بلوك، احنا برضو لسه في الدي بلوك. ايه يا دكتور؟ بيقول لك النمبر اوف الجروب اقل من less than النمبر اوف الفيرتيكال كولوم، يعني ماينس الرقمين دول من بعض. ده 10 وده 8 ماينس يبقى بيساوي 2 صح؟ يبقى بيقول لك ذا ديفرنس او الدي بلوك بيقول لك ان النمبر اوف الجروب less than النمبر اوف الفيرتيكال كولوم باي كام؟ هتقول لي 10 جروب ماينس 10 10 كولوم ماينس 10 جروب ماينس 8 جروب يبقى ايكوال 2. فتبقى الاجابه في السؤال اللي بعد منه تبقى الاجابه بي. السؤال اللي بعد منه سؤال مهم قوي، سؤال رقم 4 ده بيقول ايه؟ طب مش مشكله. مديك كروس سكشن A B C D E G element ومديك معلومه واحده بس. ايه هي المعلومه الواحده؟ ان الاي ده موجود في جروب ال1 بي. فين ال1 بي حضرتك؟ اهي صح؟ يبقى معنى كده احنا ممكن بقلم كده لون مختلف نشوف مع بعضينا. هتلاقي الاليمنت بص كده معايا، يبقى بيقول لك ده ايه؟ يبقى ايه هنا صح؟ طب وبعدين جي جنبه الناحيه الثانيه، ادي الجي اهو، وبعدين دي جنب الاي اهي، وبعدين سي، بعدين بي، وبعدين اخر واحد ايه. يبقى انا كده عرفت مين الاليمنت دي. هتقول لي لا معلش انا مش فاكر مين الاليمنت دي. هقول لك هتفتح البريدك تيبل. حلو. اول ما تفتح البريدك تيبل وتشوف ال1 بي، لان هو خد بال حضرتك هو بيتكلم على الاليمنت اللي موجودين في الترانزيشن اليمنت، فتقول لي يبقى ده مين؟ ده هيكون الكبر زنك. وده هيبقى مين اللي جنب الكبر؟ نيكل. واللي جنب النيكل او اللي قبل النيكل كوبالت، واللي قبل الكوبالت هيبقى ايرون، واللي قبل الايرون هيكون منجنيز. يبقى انا كده عرفت السكشن. يبقى الاي بيريبريزنت الكبر، وعرفت كل واحد من دول بيريبريزنت مين. السؤال بقى هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك مين الاليمنت اللي في دول ار سيميلر، يعني هم شبه بعض جدا ماشي، اكتر من ان هم يكونوا موجودين في الجروب الواحد. فاكر لما قلت لك احنا ايه السبب اللي خلينا ده مسميناه 8 8 8؟ افكرك كده، قلت لك لان الاليمنت اللي هنا واللي هنا واللي هنا مالهم are similar in properties، هم شبه بعض في الخصائص بتاعتهم، وبالتالي احنا بنعتبرهم كانهم في جروب واحد. يبقى الاليمنت اللي شبه بعض هم مين؟ ركز كده معايا. هتقول لي الاليمنت دي والاليمنت سي والاليمنت بي هم اللي شبه بعض. عرفت منين؟ ان هم located in الجروب نمبر 8. يبقى انا عايز ادور على حد من الثلاثه دول شبه بعض. يبقى تبقى الاجابه مين؟ بي اند سي اللي هم ده. مين البي؟ الايرون. مين السي؟ الكوبالت. يبقى الايرون والكوبالت ار فيري سيميلر. تمام. يبقى تبقى الاجابه، تبقى السؤال اللي بعديه تبقى الاجابه بي. اللي بعد منه بص يا باشا، بيقول لك لو انا الفور ترانزيشن سيريز، عندنا فور ترانزيشن سيريز هنا، دي كانت لو تفتكر كده مع بعض نعملها بقلم لون مختلف. بص كده معايا حضرتك، انا كان عندي فور ترانزيشن سيريز. انا فاكرهم كويس قوي، الفيرست والسكند والثيرد والفورث. والفيرست كانت بتبدا بالبيريود نمبر 4 معايا كده حضرتك. بيقول لك ان فورث ترانزيشن سيريز مالهم؟ بيقول لك in which a sublevel successfully filled. هو بيسأل على الفورث ترانزيشن سيريز، بيسأل على الرابعة دي يعني الأخيرة بتبدأ بمين؟ هتقول لي طب ما هو كانت الأولانية، يعني مثلا لو أنا جيت مسحت بص يا ريس كده معايا، معرفش البورد النهارده غريبة. بص يا باشا كده معايا، الأولاني كان بينتهي بال 3 دي صح؟ أو الفيرست، والثانية 4 دي، اللي بعد كده
5 دي، اللي بعد كده 6 دي. هو بيسأل على مين يا مستر؟ هو بيسأل على الفورث ترانزيشن سيريس. ادي الفيرست سكند ثيرد فورث، يبقى بتنتهي بال 6 دي، يبقى تبقى الاجابه دي. السؤال اللي بعد منه بيقول لي ده السكند ترانزيشن سيريز، سكند ترانزيشن سيريز، يبقى انا بتكلم على دي. مالها يا مستر؟ بيقول لي كونتين كام اليمنت؟ خد بالك من المعلومه دي، الفيرست ترانزيشن سيريز والسكند والثيرد كل واحده من دول عندهم 10، لان هم عندهم 10 كولوم الا الاخيره. ليه؟ لان الاخيره فيها بعض الاليمنت احنا لسه ما اكتشفناش، فبنقول الله اعلم. يعني ايه؟ يعني الفيرست السكند الثيرد كل واحده من دول فيها كام اليمنت؟ فيها 10 من الاليمنت، يبقى تبقى الاجابه سي. السؤال اللي بعده بيقول لك ذا مين ترانزيشن اليمنت، الترانزيشن اليمنت الاساسي، المين ترانزيشن اليمنت اللي هم الدي بلوك. مالها يا دكتور؟ عندها ذا فيرتيكال جروب ما بتاخدش لتر بي. يا ترى هم كام اليمنت؟ بص معايا الحته دي، انا لسه هنا حلو، ده 3 بي 4 بي 5 بي 6 بي 7 بي 8 1 بي 2 بي. هو بيسالني على مين؟ هو بيسالك على الجروبس اللي ما خدتش لتر بي. طب ده خد بي، 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 ده ما خدش ما خدش، صح؟ 1 بي 2 بي، يبقى دول. يبقى هو بيسالني يا مستر عن دول. حلو، بيقول لي كونتين كام اليمنت؟ عد كده معايا، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ما هو انا عندي ايه؟ ما هو انا زي ما حضرتك ما فاكر اهو، ابص كده حضرتك ادي مثلا دي 8 مثلا، هتقول لي انا عندي 4 في 3 ب 12. لو حضرتك رحت اخترت ال 12 غلط. ليه يا مستر؟ عشان لسه السبب اللي انا لسه قايله لك، انا قلت لك اخر سيريس عندي مالها؟ فيها اليمنت كتير مش مكتشفه، فما اقدرش اعد الاليمنت اللي فيها. يعني هتقول لي مستر يبقى دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9، هل في 9 مكتوبه؟ لا، يبقى هو يقصد الفيرست ترانزيشن سيريز، يبقى 1 2 3 اليمنت فقط، فتبقى الاجابه بتاعت السؤال رقم 7 تبقى الاجابه كام؟ سي. اللي بعد منه the configuration، انا لسه برضو هنا في البدايه دي، the configuration of an element. بيقول لك the first column in الدي اللي هو دول، واللاست column in الدي، يا ترى بيبداوا بمين؟ تعالى كده نفتكر مع بعض، افكرك بحاجه لطيفه قوي انت فاكرها معايا. احنا كنا قلنا يا مستر حاجه مهمه قوي قلناها المره اللي فاتت. ايه هي الحاجه المهمه قوي؟ ان الاولاني كان بينتهي بالدي 1 في الشرح، دي 2 دي 3 دي، اوعى تقول لي 4، دي 5 عشان اكسبشن في الكونفيجريشن، دي 5 دي 6 دي 7 دي 8 دي 10، اوعى تقول لي 9، مفيش 9، دي 10. وده كان عشان الاكسبشن، صح؟ يبقى كده كده احنا عارفين لما اجي مثلا امسك اي اليمنت وليكن مثلا الاسكانديوم اللي هو هنا، هتقول لي الاسكانديوم عنده 21، يبقى ارجون 18 4s2 3d1، وامسك اخر اليمنت لان هو بيسال عن البدايه والنهايه، الزنك عنده كام؟ عنده 30، يبقى هتقول لي ارجون 18 ها، يبقى 4s2 3d10. خدت بالك من حاجه يا دكتور؟ خدت بالي من ايه؟ خدت بالي ان النمبر بتاع الاس والنمبر بتاع الدي مش عدد الالكترون، النمبر ترتيبهم، الاس دايما ازيد من الدي بواحد، يبقى تقدر تقول لي ده ان اس وده ان ماينس 1، دايما الدي بتاخد رقم اقل، صح؟ يبقى اول واحده طيب، والتاني الاولاني بيبدا بالدي 1 والاخير بينتهي بالدي 10، يبقى الدي 1 دي 10 تمام. ان ماينس 1 ان ماينس 1 ايوه زي الفل والله، يبقى تبقى الاجابه بالنسبه لي مين؟ ها؟ قول كده معايا، تبقى اول واحده. طب يا مستر معلش هي ليه مش تالت واحده؟ كده كده تاني واحده دي غلط عشان دي 5. طب دي ب 10 ب 10 1 1، حلو، يعني ده بينتهي بالوحيد وده بينتهي بالعشرات، تمام. بص بقى حضرتك كده، الان هنا الاس هنا واخده كام؟ واخده 1، الاس هنا الان هنا بلس 1، ما ينفعش، هي ان ماينس 1 اهي، بص الرول كان هنا ان ماينس 1، يبقى تبقى الاجابه بتاعت السؤال رقم 8 تبقى اول واحده. السؤال اللي بعده النيكل، ماشي.
بينتهي بال 3 دي، ما قلناش مشكله. عنده كام سنجل الكترون؟ تعالى كده نشوف فين النيكل حضرتك اهو. طب النيكل اللي موجود عندي هنا ده اللي هو ده عنده كام الكترون؟ 28. تعالى كده مع بعضينا، خلاص احنا هنبقى محتاجين ده بعد شويه، فممكن ايه، ممكن نمسح اللي فوق دول. بص يا باشا كده معايا، لما يجي حضرتك تتكلم على الاليمنت، على اليمنت ما، وبيسالك على نمبر في الامبيرد الكترون بتاعته. هبص نيكل، طب النيكل عنده كام الكترون؟ ها 28. بسرعه كده كونفجريشن هتقول لي يبقى ارجون 18. حلو، وبعد الارجون 18 هتقول لي يبقى 4s2 3d. كام يا دكتور؟ 3d ها 8. طب بسرعه كده يا مستر اقوم راسم السب ليفل، او الدي عنده كام اوربيتال؟ هتقول لي الدي عنده 5 ثابت بغض النظر عن شافع. عنده كام الكترون؟ طب عنده كام؟ 8. اوزعهم ازاي؟ سنجل، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى كام سنجل؟ 2 فقط. تبقى الاجابه سي. اللي بعده بص يا باشا، السؤال بعديه رقم 10 بيقول لك which of the following element its d sub level عند half filled يعني نص ممتلئه. طب الدي بتشيل 10، يبقى الهاف فيلد كام؟ 5. ماشي، انه element في دول؟ هتقول له طيب خلاص ماشي، يبقى انا مضطر في حاجه زي كده اعمل كونفجريشن. اولا تعالى كده نستبعد الكبر. ليه؟ لان الكبر انا فاكر ان هو هنا في الاخر، والدي بتاعته بكام؟ ب 10. هتقول لي اه صح، ده حضرتك لسه قايلها. طيب مين اللي الدي بتاعته شايله الهاف كاباسيتي هنا؟ دي 1 دي 2 دي 3 ما ينفعنيش. دي 5 ايوه ادي 1، دي 5 كمان ادي 1، يبقى 2. اللي هم مين؟ اللي في ال 6 بي وال 7 بي. مين اللي في ال 6 بي؟ هتقول لي كبر، سوري هتقول لي كروميوم، اسف جدا، كروميوم مش كبر، كروميوم. واللي في ال 7 بي هتقول لي المنجنيز، يبقى المنجنيز والكبر. يبقى ده ينفع وده ينفع، يبقى تبقى الاجابه دي اللي هو A and B are correct طبعا. السؤال اللي بعديه رقم 11 بيقول لك مين؟ The atomic state، يبقى احنا بنتكلم في الاتوميك ستيت مش في الايونيك، يعني الاليمنت قبل ما تلوز الالكترون. pairing of electron in 3d orbital start after مين element؟ هو بيسأل على البيرنج اوف الكترون، يعني بعد ما دخلت الالكترون سنجل هبدا اوزع بير، بيبدا من بعد مين؟ طب ما تيجي كده نشوف مع بعض. هو الدي عندها كام اوربيتال؟ هتقول لي الدي عندها 5 اهو، ادي الدي عندها 5. حلو، طب وزع كده معايا سنجل. هتقول لي ادي 1 2 3 4 5، يبقى دي هنا بكام؟ ب 5. يبقى ده معناه مين؟ المنجنيز عشان ده اخر واحد. طيب انا عايز اعمل بيرنج، لو انا جيت عملت 6 مش انا عملت 5، يعني تخيل كده انا بعمل كونفجريشن الايرون. هتقول لي يبقى الالكترون السادس اللي موجود عندي دي هيجي بالبير. اذا يبقى البيرنج ستارت فروم الايرون. يبقى البيرنج ان الالكترونز في 3 دي سب ليفل بيبدا من ابتداء من الايرون. الايرون هو اول اليمنت عنده بيرنج اوف الكترون. طب حلو، النقطه رقم 2 هو ما بيسالش على مين الاليمنت اللي عنده بير، هو بيقول لك على مين الاليمنت اللي من بعده بيبدا البير. مين اللي بعده؟ يعني مين اللي قبل الايرون؟ تقول لي الام ان، فتبقى الاجابه منجنيز 25. اللي بعد منه النمبر اوف الاليمنت. حلو، في الفيرست ترانزيشن سيريز بيقول لك كل الاوربيتال بتاعتهم كومبليتلي فيلد اكسبت 1 اوربيتال ايكوال كام اليمنت؟ يبقى بيقول لك مره ثانيه النمبر اوف الاليمنت، عدد الاليمنت اللي في الفيرست ترانزيشن سيريز اللي هم كانوا مين حضرتك؟ سكانديوم، تيتانيوم، فاناديوم، كروميوم، منجنيز، ايرون، كوبالت، نيكل، كبر، زنك. بيقول لك اول اوف الاوربيتال بتاعته، كل الاوربيتال بتاعتهم كومبليتلي فيلد. حلو، اكسبت كام؟ اكسبت 1 اوربيتال، باستثناء 1 اوربيتال. هيبقى مين؟ كام اليمنت؟ يعني كام اليمنت كل الاوربيتال بتاعتهم مليانه الا اوربيتال واحد؟ السؤال ده صعب قوي. تعالى كده فكر معانا، عايز ازاي؟ هو عايز اليمنت كل الاوربيتال بتاعته مكتمله، يبقى اكنسل اول مجموعه دول. ليه؟ لان ده الدي بتاعته ب1 انكمبليت، الاوربيتال مش مكتمله، صح؟ وده كمان incomplete وده كمان incomplete وده incomplete. يبقى ابقى ابص على الاثنين دول عشان هم دول الكومبليت. لما اجي اقارن ما بين الزنك وما بين الايرون اعمل ايه؟ بص كده معايا، تعالى كده نقارن ما بين اخر اتنين.
اشمعنى يا مستر اقارن ما بين اخر اتنين؟ لان هو عايز حد يكون كله كومبليتلي فيلد استثناء اوربيتال. طب هقارن ما بين الكبر وهقارن ما بين الزنك. الكبر عنده كام الكترون؟ ها 29. الزنك عنده كام الكترون؟ 30. طب ابص كده في الكونفجريشن ده بينتهي بايه؟ 4s1 3d10 عشان اكسبشن في الكونفجريشن، ده هيبقى بينتهي بال 4s2 3d10. وزع كده او ارسم معايا. هتقول لي اه ده حاجه لطيفه قوي. تعالوا نرسم. الاس عنده كام؟ الاس عنده 1. والدي عنده كام؟ والدي عنده 5. ده مين حضرتك؟ ده كده النمبر في الالكترون. الاس عنده كام؟ الكترون واحد اب. الدي عنده كام؟ 10. يبقى ده كله كومبليت، بس هرسمه برضه اهو للتوضيح ليك بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. طيب يا مستر اللي بعد منه الاس هنا اهو، وده كده اخر واحد. طيب بص يا باشا كده معايا، ده عنده كام الكترون؟ 2 اب داون. ده عنده كام الكترون؟ 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى ده كله بير. هو عايز بقى عدد الالكترون، عدد الاليمنت اللي عندها اوربيتال واحد بس اللي سنجل، يعني مش كومبليتلي فيلد، بس يكون بشرط ان الباقي كله كومبليتد. يبقى تبقى الاجابه بالنسبه لي هو الكبر فقط مفيش غيره. يبقى هو هيكون اليمنت واحد. ليه؟ لانه عنده اوربيتال واحد بس هو اللي مش كومبليت، وكل الاوربيتال اللي بعد كده كومبليتد. السؤال اللي بعد منه السؤال رقم 13 بيقول لو انت عندك 2 element من طبعا اكس واي هم 2 element من الفيرست ترانزيشن سيريز. السؤال نمبر 13 ده في حاجه غلط، فتقدر ان انت تكنسله السؤال. عشان كده انا في الجايد انسر عندك في اللي انا بعته لك قلت لك ان عامل لك قدام السؤال نمبر 13 كده شرطه او اكس، يعني مش موجود. طيب يا مستر السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه؟ which choice be represent. السؤال نمبر 14 بيقول لك which choice be represent in the transition series that located after ال SR38 directly. يبقى انا مضطر ان انا اروح اجيب الترانزيشن element كلها. طب تعالى كده نشوف. لو ده كده اوكي دي الطف. بص يا دكتور كده معايا، هو بيقول لك انا عايز حد من بعد الاس ار. هتفتح البريدك تيبل بتاع حضرتك، هتلاقي في البريدك تيبل في شويه اليمنت كتير جدا موجوده. يعني مثلا على سبيل المثال دي الفيرست ترانزيشن سيريز، السكند، الثيرد، الفورث. فده هنا برضو عندي ليه نفس الخطوط، بس في هنا بقى ناس فوق مالناش دعوه بيهم. حلو، نمسك كده. بيقول لك ان الاليمنت اول اليمنت عندك في الجزئيه دي لما تيجي تبص هنا عندي مثلا هتلاقي ان ده سكانديوم، وبعد الاسكانديوم يترم، لانثينيوم، اكتينيوم. طب ومين الاليمنت اللي هنا؟ بص كده حضرتك معايا، اهم اليمنت في دول هو الاس ار اللي هو كان بيتكلم عليه. طبعا انا هنا عندي مين؟ عندي السيزيوم، وعندي الفرانسينيوم، وعندي فوق السيزيوم الريبيديوم، وعندي فوق الريبيديوم مين؟ هتقول لي بوتاسيوم، وفوق البوتاسيوم هتقول لي مين؟ صوديوم. طب ده طبعا هنا كالسيوم، وهنا هيبقى عندي الاس ار، وهنا يبقى عندي الباريوم، وهنا اليمنت لما يكتشفوا بعض. هو بقى بيقول لك ان الاس ار اللي هو انه اليمنت في دول اللي هو الاليمنت ده. حلو، بعد منه بتيجي انه ترانزيشن اليمنت. الترانزيشن سيريس اللي بتيجي بعد منه، ايوه برافو عليك، هي السكند ترانزيشن سيريس. يبقى الاس ار اقول لك which choice be represent الاس ار ماشي، انه سيريز بتيجي بعد منه السكند ترانزيشن سيريز. يبقى كنسل نمبر 1 وكنسل نمبر اللي هو اي سوري وكنسل سي، اي وسي كنسلتهم لان انا عايز ابدا بالسكند ترانزيشن سيريز. طب السكند ترانزيشن سيريز موجودين في الفيفث بيريود، يبقى مش هكنسل حاجه من دول الاثنين صح. طب بتنتهي بمين؟ تعالى معايا هنا كده، انا قلت لك السكند ترانزيشن اليمنت بتنتهي بال 4 دي، فتبقى الاجابه بالنسبه لي دي اخر واحده. يبقى هو لوكيتد في او اللي يجي بعد منه في السكند ترانزيشن سيريز، لوكيتد في الفيفث بيريود، اندد باي ال 4 دي سب ليفل اللي بعد منه. طيب السؤال بعد كده السؤال نمبر 15 بيقول لك ايه؟ لوكيشن، بيسال على لوكيشن الاليمنت. الاليمنت الكونفجريشن بتاعه بيبدا بيها، بص كده معايا، كريبتون و 5 اس. هتلاقي علامه استفهام، هستاذنك بس هتصلح لي
في الجزئيه سؤال نمبر 15 عندك هتلاقي فيه بس خطا مطبعي، هتعمل علامه الاستفهام دي تحطها لي باور 2 لان ده غلط من عندي انا في الكتاب. طيب السؤال بيقول لك ايه؟ السؤال بيقول لك ان انا لو عندي كريبتون، ركز كده معايا، كريبتون 36 هتقول لي يبقى 4s2 وبعد ال 4s، لا مش 4s اسف، 5s2 ثم بعد كده ايه؟ بعد ال 5s هتقول لي 4d6. اولا الاليمنت انتهى بال 4d، يبقى معنى كده ان الاليمنت ده موجود فين حضرتك؟ هتقول لي موجود في السكند بيريود. هو بقى بيقول لك ايه المعلومه الغلط عنه؟ بص بيقول لك choose the incorrect statement. ايه المعلومه الخطا اللي مكتوبه هنا؟ هل هو موجود في الفيفث بيريود؟ ما هو ادي ال 4 دي، وال 4 دي احنا عارفين ان دي موجوده في الفيفث بيريود. هتقول لي حضرتك جبت الارقام دي منين؟ هفكرك بسرعه ان الفيرست ترانزيشن سيريس موجوده في الفورث بيريود، السكند ترانزيشن سيريس موجوده في الفيفث بيريود، الثيرد ترانزيشن سيريس موجوده في السكس بيريود، الفورث واللاست ترانزيشن سيريس موجوده في الفيفث بيريود. يبقى بالتالي ده موجود في الفيفث بيريود، صح. اول واحده صح. تاني واحده بيقول لك ايه؟ It's found in 8th column. هل هي موجودة في الكولوم الأولاني؟ صح؟ في الكولوم الثامن. تعالى كده نبص مع بعض. هيبقى ادي الكولوم الثامن اهو، وادي الثامن اهو، وادي الثامن اهو. هو موجود الدي بتاعته بكام؟ ب6، صح؟ يبقى معنى كده ان ده موجود هنا، مظبوط، صح. يبقى انا شغلي ما عنديش حاجة غلط. السؤال اللي بعد منه او النقطة اللي بعد منه بيقول لك ايه؟ هل الاليمنت ده موجود في VIP؟ يعني ايه كلمة VIP؟ تعال اعلمك حاجة بسرعة علشان لو انت عندك مشكلة في تحديد الارقام. بص يا دكتور، الفي معناها 5. حلو؟ لحظة واحدة، انا عشان بس الصورة مش متوفرة معايا فانا هحاول، مش عارف هيبان ولا لا. هتفتح البريدكتيبل بالظبط كده، هتلاقي عندك ان الاليمنت بتاعك، هتلاقي ان كلمة في معناها 5. انا كنت بحاول افتكر هي كانت مكتوبه عندك في الملزمه ولا لا، لان كانت في طبعتين انا طبعتهم فان شاء الله تكون مكتوبه. يعني الفي ب5. الرقم لو هو قبلها، يعني هتلاقي هنا مثلا عندك في البريدك تيبل هتلاقي ده اسمه 3B 4B. بص ال 4B معموله ازاي؟ كده VIVB. يعني ايه كلمه IVB؟ يعني 1 ومعاه 5، يبقى معنى كده ان هما كام؟ 4. هتقول لي ليه؟ هقول لك لان لو الواحد جه قبل ال5 يبقى معناه 1 ناقص 5 او 5 ناقص 1. يعني خليها 5 ناقص 1 احسن. فين 5 ناقص 1 فين؟ امسح لي دي يا باشا، خليها 5. ايوه 5 ناقص ايه؟ ناقص 1. يبقى لو الرقم قبل يبقى بماينس، طب لو الرقم بعد ببلس. فهمت حاجة؟ يبقى دي 5 ماينس 1 يبقى 4، 5 بلس 1 يبقى كام؟ يبقى 6. يبقى هل دي معناها ان هو موجود في الجروب نمبر او مديرك بعد في ال6 في الجروب نمبر 6؟ طب عد كده معايا، مش هو انتهى بدي 6؟ يعني هو هنا عد كده معايا، ادي 1 2 3 4 5 6. يا مستر مظبوط. يبقى المعلومه الاولى والثانيه والثالثه صح. هل هو موجود في السكند ترانزيشن سيريس؟ في الحقيقه هو موجود في السكند ترانزيشن سيريس. فالسؤال اللي قدام مننا ده نقدر ان احنا نعتبره سؤال ما شاء الله عليا في كل الاجابات تنفع، ففكك منه. السؤال نمبر 16 بيقول لك ايه؟ الاليمنت حلو اللي موجود from الثيرد ترانزيشن سيريس ان الكونفيجريشن ended by D2 بينتهي بالدي نمبر 2. يعني هنا يبقى element بينتهي بالدي 2 وموجود في السكند ترانزيشن سيريس. يعني الاليمنت ده بيقول لحضرتك ماله؟ ايه المعلومه اللي في دول صح؟ هل هو موجود في الفورث بيريود؟ لا، هو موجود في الفيفث بيريود. عرفت منين؟ ما هو طالما انتهى في، بص بيقول لك ايه؟ موجود في الثيرد ترانزيشن سيريس، صح؟ يبقى دي الفيرست سكند ثيرد، انا اسف، ده في الثيرد ترانزيشن سيريس، يبقى هنا تحت. يبقى هو موجود في ال6 جروب،
في ال6 بيريود صح؟ يبقى كنسل بيريود نمبر 4، كنسل بيريود نمبر 5، يبقى اخر اجابتين هم اللي ينفعوا. طيب هو في الدي 2 يبقى يعني انا عايز اخليه في ال4 بي. احنا قلنا ان في يعني 5 واحد قبلها يبقى بماينس، يبقى انا اقصد اقول 1 في بي، يبقى معناها هو موجود في ال5 بي. هل هو موجود في ال5 بي؟ مظبوط، تبقى الاجابه سي. السؤال اللي بعد منه بيقول لك which of the following element located in group 3B. element موجود في 3B يعني element هنا، element موجود في 3B يعني element لازم الدي بتاعته يا دكتور تنتهي بالدي 1. دور كده مش هتلاقي غير واحد بس، شكرا اختار، تبقى الاجابه سي. السؤال اللي بعد منه 18. السؤال نمبر 18 بيقول لحضرتك ايه؟ بسرعه كده بيقول لك بص على التيبل اللي موجود قدام منك ده. السؤال ده بالاخص انا هسيبه انت تحله وتيجي تصححه لي في السنتر، او لو انت بتاخد من طلبه الاونلاين فانت هسيبك ان انت تحله معايا زوم في اللايف سيشن، لان السؤال ده فيه اسئله كتير انا محتاج اشوف ان انت اشتغلتها ازاي. فالسؤال نمبر 18 هو اي سي مش تشويس، دي معلومات هتطلع وتسلكت معايا، فاستاذن حضرتك هتحل لوحدك وتوريهوني سواء انت طالب في السنتر او توريهوني في اللايف سيشن لو انت طالب في الاونلاين. بص معايا كده حضرتك، السؤال نمبر 19 على طول بيقول لك ايه؟ The highest number of الامبيرد الكترون، اكبر عدد ممكن من الامبيرد يعني السنجل الكترون اللي موجودين في الاليمنت هيكون انهو اليمنت؟ تعالى كده معايا، ادي الاليمنت اكبر عدد ممكن من السنجل الكترون هو لاليمنت، خد بالك ما حددش للدي، هو يا اما الدي 5 دي يا اما الدي 5 دي. اشمعنى ده؟ بص كده معايا، لما اجي انا اقول لك مثلا تعالى هنعمل كده مثلا، تعالى نعلم كل دول كده. بص تمام، بص حضرتك انا عارف ان الدي بتشيل لحد 5 الكترون، لا امسح الدي دي كده الاول مش عايزها. تعالى ناخد ايه الاثنين اليمنت دول نقارن ما بينهم. بيقول لك ده هيبقى 4s1 3d5 واللي تحت منه هيبقى 4s2 3d5 اللي هو ده الكروميوم. اول واحد ده الكروميوم، تاني واحد ده مين؟ المنجنيز. اعمل كده يا ريس معايا. اعمل ايه يا دكتور؟ ارسم لي الاوربيتال. ايه العك اللي انا بعمله ده؟ معلش امسح العك ده. ايوه ادي الواحد، ادي 2، ادي هنا 3 4 5. ماشي، هنا نفس الكلام تحت اهو. بص كده حضرتك، ادي 1 2 3 4. تعالى بقى نبدا نعد او نحط النمبر في السنجل. الاس عنده كام الكترون؟ هتقول لي 1، ادي 1. هنا كام؟ 5، ادي 1 2 3 4 5. طب اللي تحت منه عنده كام الكترون في الاس؟ 2، ادي اب داون. والخمسه هنا توزعهم ازاي؟ سنجل زي ما اتفقنا، سنجل 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 وشكرا على كده. تعالى بقى يا مستر نحسب مع بعضينا النمبر في السنجل الكترون. الاس سنجل ولا مش سنجل؟ سنجل، يبقى دي 1. هنا الدي عندها كام سنجل؟ 1 2 3 4 5، يبقى دي 5. يبقى التوتال نمبر بتاعهم كام؟ 6. 6 سنجل الكترون توتال. حلو. هنا عنده كام البير؟ يبقى كام سنجل هنا؟ 0. طب هنا ادي 1 2 3 4 5 سنجل، يبقى 5 بلس 0 يبقى 5. ايه ده؟ يبقى ده معناه مستر مين اللي عنده اكتر كسنجل الكترون؟ اللي هيكون عنده 6 سنجل اللي هو لوكيتد في الجروب 6 بي. يبقى تبقى الاجابه انا عايز 6 بي، في يعني 5 رقم بعديها يبقى بلس، يبقى تبقى الاجابه دي. تمام؟ تمام. اللي بعد منه بيقول لك the element which الالكترون are distributed يعني اتوزعت او configurated اتوزعت برضو in ال 7 sublevels and contain 3 electron in ال d sublevel. يعني هو بيقول لك الاليمنت لما انت عملت له configuration وزعت لحد ما مليت 7 سب ليفل، انتهى السبعه دول بالدي، والدي طلع عنده 3 الكترون الاول. طب ما تيجي كده مع بعضينا نفتكر الكلام ده كان بيحصل ازاي. ده بقى الكونفيجريشن اللي حضرتك واخده من سنه تانية ثانوي
وهتلاقيني انا عملته لك في مين لو تفتكر؟ في الحصه الاولى بتاعت مين؟ بتاعت التاسيس. بيقول لك هو عنده 7 سب ليفل. حلو، ادي 1 1S 2S 2B 3S، فاكرينها؟ ماشي، ادي كده 1 2 3 4. لا ده لسه بدري، ده انا عايز اوصلهم ل7 سب ليفل. وبعد كده هيبقى 3B، وبعد ال 3B هيبقى ايه؟ ها؟ صح، هيبقى 4S، وبعد ال 4S هيبقى 3D. عد كده مع عدد السب ليفل 1 2 3 4 5 6 7. ممتاز، وانتهى بالدي زي ما قال لي، يبقى انا شغلي صح. طيب هو بيقول لك ان الدي الاخيره انتهت ب 3 الكترون اونلي، يبقى حط لي 3 هنا. طب واللي قبله لازم كله يبقى كومبليتلي فيلد طبعا، يبقى 2 2 6 2 6 2 3. يبقى الاليمنت ده عنده، عد كده الارقام اللي بالاحمر اللي فوق، عنده 23 الكترون. موجود فين يا دكتور؟ في ال 3 دي. 3 دي يا مستر يعني في الفيرست ترانزيشن سيريز. بص بقى كده معايا، بيقول لك ايه؟ بيقول لك بعد ما انت ما عملت كونفيجريشن الاليمنت ده يطلع مين؟ هل هو موجود في الفيرست ترانزيشن سيريز؟ صح. في جروب ال 3 بي هنا غلط، ده موجود في جروب ايه؟ 2 بلس 3 يبقى كام؟ 5. يبقى ليه 3 4 5. يبقى معنى كده موجود في جروب الايه؟ موجود في جروب ال 5 بي. يبقى اول واحده ما تنفعش عشان حته ال 3 بي. هل هو موجود في السكند ترانزيشن؟ لا غلط. احنا اتفقنا ان هو طالما انتهى بال 3 دي يبقى معنى كده موجود في الفيرست ترانزيشن سيريز. طب بص كده معايا، هل الفيرست هو موجود في الفيرست ترانزيشن سيريز؟ موجود في في بي. في يعني كام؟ يعني 5. ايوه يا مستر، ما انت لسه قايل 2 زائد 3 5 بي، يبقى هو في الخمسه فعلا. تبقى الاجابه بالنسبه لي سي. اللي بعده واحد من اهم الاسئله اللي هتتكرر معاك كتير جدا في الثانويه العامه، سؤال احنا بنقول عليه اسئله الاي بي. يعني ايه يا دكتور اسئله الاي بي؟ اسئله الاي بي دي اختصارا لكلمه مهمه جدا اسمها الايونايزيشن بوتنشال. حلو، يبقى الاي بي دي اسئله مهمه جدا اسمها الايونايزيشن بوتنشال. يعني ايه؟ يعني الانرجي اللي ريكوايرد عشان الوز الالكترون. طب هعلمك حاجه سريعه كده بالله عليك بس ركز فيها قوي. لو انا جيت مثلا قلت لك عندي اليمنت زي الفاناديوم، بما اننا كنا لسه عاملين له الكونفجريشن، يعني الفاناديوم كان اخره 4s2 3d كام؟ 3d3. قلت لي ان الفاناديوم في الشرح يا مستر ان هو بيقدر يلوز 2 الكترون، الفاناديوم بيقدر يلوز 3، الفاناديوم بيقدر يلوز 4، الفاناديوم بيقدر يلوز 5، الفاناديوم ما يقدرش ان هو يلوز 6. ليه يا دكتور؟ لان هو بيشيل الالكترونز اللي موجودين في الاس وفي الدي مع بعض، كل واحد بالشكل اللي احنا شرحناه قبل كده، وبعد ما بيشيل ال5 الكترون عنده فبيبقى له مين؟ بيبقى له النوبل جاز اللي قبليه هو كان ارجون 18، ما بيقدرش يفقد منه الكترون. ماشي يا مستر، استفيد انا ايه من المعلومه دي؟ استفيد حاجه مهمه قوي قوي. ايه هي؟ بص، الالكترون الاليمنت ده اللي هو الفاناديوم قدر يفقد لحد كام الكترون؟ هتقول لي قدر يفقد لحد 5، صح؟ اقول لك مظبوط. يبقى الفيرست، بص بقى كده، الفيرست ايونايزيشن، الفيرست اي بي يعني ايه؟ يعني الانرجي اللي مطلوب عشان الوز الالكترون الاولاني مالها؟ لو. طب والسكند ايونايزيشن، السكند اي بي يعني الانرجي اللي مطلوب عشان اشيل الالكترون الثاني من الفاناديوم مالها؟ عاليه ولا قليله؟ قليله. طب انا بعرف هي عاليه ولا قليله بناء على ايه يا مستر؟ هتقول لي بناء على هو بيقدر يفقدها ولا لا. طالما الفاناديوم بيقدر يلوز لحد 5، يبقى الفيرست ايونايزيشن يعني الالكترون الاولاني بيطلع بسهوله، السكند ايونايزيشن بوتنشال بتطلع بسهوله، الثيرد ايونايزيشن بسهوله، الثالث الكترون بيطلع بسهوله، الفورث ايونايزيشن بوتنشال يعني الالكترون الرابع بيطلع بسهوله، الفيفث ايونايزيشن بوتنشال الالكترون الخامس بيطلع بسهوله. ليه؟ لان هو بيقدر يفقد لحد 5، يبقى ده معناه اوريدي اكزيست وموجود. يبقى طالما الفاناديوم بيفقد لحد 5 يبقى بيقدر يفقد الالكترون الاولاني والثاني والثالث والرابع والخامس بسهوله. امال ايه اللي بيفقده بالصعوبه؟ الالكترون السادس اللي هو الماكسيموم اللي هو ما ينفعش يتخطاه. يبقى معنى كده بنقول، بص بالله عليك ركز في الحته دي عشان الحته دي بتلخبط كل الطلبه.
يبقى انا لو جيت قلت لك الاليمنت الاول، يعني مثلا دي الاول والثاني والثالث والرابع والخامس ايونيزيشن بوتنشال از لو، اما السادس كايونيزيشن بوتنشال لازم يكون ايه؟ هاي. فهمت المعلومه دي؟ طيب تعالى بقى نطبقها. ماشي يا دكتور، اطبقها ازاي؟ بيقول لك ايه؟ ويتش جراف في دول بيعبر عن التيتانيوم. مستر حضرتك لازم الاول تعمل التيتانيوم كونفيجريشن. حاضر، نعمل التيتانيوم كونفيجريشن. ادي التيتانيوم عنده كام الكترون؟ 22. بعد النوبل جاز هتقول لي 4s2 3d4، يبقى الاليمنت ده يقدر يلوز لحد 3d2. اخر واحده دي 3d2، يبقى الاليمنت ده عنده 2 في الاس وعنده 2 في الدي، يبقى يقدر يفقد حد كام الكترون؟ 4. حلو. بيقول لك ان الفيرست والسكند ايونيزيشن بوتنشال هل هم هاي؟ كلمه هم هاي يعني اعلى من دول، يعني ما نقدرش نفقدهم؟ صعب، غلط، اكنسل. هل هم لو؟ بس الثيرد والفورث فيري هاي؟ لا ما ينفعش. ده معناه ان هو بيقول لك الثالث والرابع ما بنقدرش نفقدهم، مستحيل، ده بقدر افقدهم. هل ده معناه ان الاول والثاني والثالث لو والرابع هو الهاي، يعني بفقد 1 و2 و3 من لما ما بفقدش 4؟ لا، ده انا قلت لك ان الاليمنت ده عنده 4 الكترون في الاس والدي، يبقى بيفقدهم، يبقى يقدر يفقد الاربعه. هتقول لي يبقى ولا واحده؟ لا، بص بقى الاخيره بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان الاولاني والثاني اعلى منه حاجه بسيطه، والثالث اعلى منه حاجه بسيطه، والرابع اعلى منه حاجه بسيطة. يبقى في تدرج. التدرج ده منطقي. انا لما اجي افقد الالكترون الاولاني بحتاج انرجي، اكيد لما باجي افقد الالكترون الثاني بحتاج انرجي مختلفه. يبقى دايما الايونيزيشن بوتنشال بتاعتي ايه؟ بتزيد، ولكن بتزيد بفروقات قد ايه؟ بسيطه. هيجي لك سؤال زي ده هيفهمك اكتر. ده لو انت ما فهمتش 21 سيبه شويه، خليك ركز معاه في 23 هيفهمك الاثنين صح. سؤال رقم 22 مهم جدا. بيقول لك ايه؟ الفيرست ايونيزيشن بوتنشال اوف الاليمنت الومنيوم 13x، يعني انا بحتاج انرجي مقدارها x عشان افقد الالكترون الاولاني اللي موجود في الالومنيوم. The following ماشي of the الفيرست 4 ايونيزيشن potential هيبقى مين؟ يبقى الفورث ايونيزيشن بوتنشال. يا ترى هيكون ايه؟ يعني انا بقول لك ان الالومنيوم بيقدر يفقد عدد ما من الالكترون. لو هو بيفقد الاولاني بانرجي مقدارها اكس، يبقى الرابع الانرجي مقدارها كام؟ اكس. تقول لي طب وانا اعرف منين؟ تعالى اوريك. تعالى اوريك حاجه عبقريه جدا لازم تشتغل بيها في اسئله الاي بي الايونيزيشن بوتنشال زي ما اتفقنا. بص يا ريس، لما اجي انا اقول لحضرتك الالومنيوم، هتقول لي ادي الالومنيوم 13 الكترون نيون 10 ككونفيجريشن، بعديها 3s2 3p1. لحظه، هو الالومنيوم ده كان ايه يا مستر؟ الالومنيوم ده كان representative element بيلوز كل الالكترون اللي عنده مره واحده. طب انا عندي كام الكترون في الاس؟ هتقول لي عندي 2. عندي كام الكترون في البي؟ هتقول لي 1. يبقى بيقدر يلوز لحد كام؟ بيقدر يلوز لحد 3. هو ما بيفقدش غير 3 بس. يبقى الالومنيوم 3 بوزيتيف. ايوه يا مستر انا فاكر المعلومه اللي حضرتك قلت لي عليها دي. يبقى الاليمنت ده بيفقد لحد كام؟ 3. يبقى بص كده، تعالى نعمل ايه؟ تعالى نعمل دايجرام. هو بيفقد الاولاني بسهوله والتاني بسهوله بس اعلى منه حاجه بسيطه، وبيفقد الالكترون الثالث بسهوله بس اعلى منهم حاجه بسيطه. انما الالكترون الرابع بص بقى فرق الجمب. يبقى معنى كده ده ادي الفيرست سكند ثيرد فورث، يبقى الالومنيوم يقدر يلوز الاول والثاني والثالث مره واحده، فعنده لو ايونيزيشن بوتنشال. اما الالكترون الرابع فمستحيل انه يفقده. ليه؟ عشان الالكترون الرابع هيطلع من النيون. فمعنى ان هو يا مستر طلع من النيون ده معناه ان انت بتكسر نوبل جاز، والنوبل جاز ده ما بيتفاعلش اصلا، صح؟ طيب يبقى معنى كده اذا كان الاولاني اكس، بص بقى كده معايا، اذا كان قيمه الاولاني اكس فالتاني 2x فالتالت 3x مثلا، فالرابع رقم كبير، فهتختار لي اكبر رقم من دول اللي هو هيكون 20x. يبقى فهمت انا جبتها ازاي؟ طيب ما فهمتش 21 ما فهمتش 22، تعالى افهمك 23. المفروض اني افهمك حته الايونيزيشن بوتنشال دي، بالله عليك ركز فيها قوي.
السؤال رقم 23 بيقول لك ده دايجرام بيعبر عن ايونيزيشن بوتنشال لإيليمنت ما. حلو؟ وبيقول لك الإيليمنت ده ممكن يكون مين؟ طب ما ممكن يا مستر احنا من الجراف ده نقدر نطلع معلومه؟ تعال نشوف ايه المعلومه اللي ممكن تطلع منه. المعلومه اللي ممكن تطلع منه بتقول ايه؟ ان هو عنده لو ايونيزيشن بوتنشال. فيرست ايونيزيشن بوتنشال از لو. السكند ايونيزيشن بوتنشال از لو. الثيرد ايونيزيشن بوتنشال از هاي. يبقى معنى كده ان الاليمنت ده بيفقد الاول والتاني ما بيفقدش التالت. يبقى انا عايز اليمنت بيفقد 2 الكترون فقط. 2 الكترون. اولا الاسكانديوم موجود هنا بيفقد 3، ده ترانزيشن اليمنت ما ينفعش. تيتانيوم كنا لسه عاملينه من شويه هو موجود هنا بيفقد 4 فما ينفعش. المغنيسيوم عنده 12 الكترون. طب افكرك كده بالكونفيجريشن بتاع المغنيسيوم، هتقول لي ان المغنيسيوم عنده 12 ماله؟ هتقول لي بعد النيون 10 3 اس 2 عندوش غير 2 الكترون بس، يبقى يقدر يفقد الاول والثاني فقط. يبقى معنى كده ان الاليمنت ده هيكون مين؟ هو المغنيسيوم فعلا. طب ليه ما ينفعش الالومنيوم؟ لان الالومنيوم بيفقد لحد 3. هو بيقول لك ان الثيرد ايونيزيشن از فيري هاي يعني doesn't exist. طيب خد بالك بقى معايا. السؤال رقم 24 يبقى كده فهمت؟ يبقى 23 22 21 لهم علاقه بنفس الفكره، ايونيزيشن بوتنشال. سؤال مهم سؤال مهم سؤال مهم ركز فيه، اللي هو فكره الاي بي يعني. بص بقى يا دكتور، بيقول لك صعب جدا تو اوبتين الام جي 3 بوزيتيف during الكيميكال رياكشن اندر نورمال كونديشن. ليه؟ تعالى كده اهو، بص هنمسح بس دول كده في الاول. ماشي، بص كده حضرتك معايا. السؤال بيقول لك ايه؟ انا عندي المغنيسيوم، ادي المغنيسيوم ام جي عنده كام الكترون؟ عنده 12. يبقى معنى كده بنقول ايه؟ ان هو ايه؟ نيون 10 ثم بعد كده 3 سوري مش 4 3 اس 2. شكرا. بس يبقى الاليمنت ده يقدر يفقد كام؟ كل الالكترون اللي بعد النوبل جاز. طب الالكترون اللي بعد النوبل جاز اللي هم مين؟ 2 بس في الاس. هو بقى بيقول لك طيب يبقى معنى كده ان الام جي هيكون ام جي 2 بوزيتيف. ماشي ده اكزيست. اما الام جي 3 بوزيتيف يفقد 3 الكترون، ده doesn't exist. ممكن نعرف السبب العلمي يا مستر؟ هنعرف السبب العلمي دلوقتي حالا. بيقول لك ليه؟ all of the following في الستيتمنتس correct except. بالله عليك ركز في كلمه except دي، يعني انا عايز الغلط، عايز المعلومه الغير صحيحه. السؤال الاولاني بيقول لك it's difficult to break ال completely filled. كلمه completely filled دي يعني نوبل جاز. صح، انا مستحيل اخد الالكترون الثالث من النوبل جاز، فده سبب علمي ولا مش سبب علمي؟ تقول لي سبب علمي، خلاص يبقى زي الفل. رقم 2 بيقول لك ان representative element they easily loses الالكترون من الاوتر انرجي ليفل الكترون اونلي. صح برضه، انا اقدر افقد الالكترون اللي في اخر سب ليفل، بعد كده قبل كده اسف ماليش دعوه. يبقى رقم 2 بي دي هل هي سبب علمي ولا لا؟ طبعا سبب علمي. السؤال رقم 3 الهاي انكريز او النقطه رقم 3 اتس هاي انكريز ذا سكند ايونيزيشن بوتنشال اوف الام جي. بيقول لك السكند ايونيزيشن بوتنشال، لا ده انا ما اقدر افقد 2. يعني انا عندي لو ايونيزيشن في الاول، لو ايونيزيشن في الثاني، هاي ايونيزيشن في الثالث. يبقى هل انا هنا عندي هاي ايونيزيشن السكند ايونيزيشن بوتنشال يعني الالكترون الثاني صعب انه يخرج؟ مالها اصلا ومال الام جي 3 بوست؟ يبقى المعلومه دي خطا، فتبقى الاجابه سي. اللي بعده السؤال رقم 25 ده هتأجله لان السؤال رقم 25 ده كانت فيه معلومه ناقصه. تعال نخش مع بعض على السؤال رقم 26. السؤال رقم 26 بيقول لك element of the first transition series loses their 4 electrons before ال 3D electrons because ليه؟ يعني بيقول لك لما اجي انا عندي element، ماله دكتور الاليمنت؟ اي element في الترانزيشن سيريز ماله؟ عنده ايه؟ عنده variable في الاكسيديشن ستيت. هتقول لي صح مظبوط، زي مثلا على سبيل المثال هات لنا مثلا يا باشا الايرون عنده 26. هتقول لي يبقى 4 اس 2 3 دي 6. لما اجي نفقد الكترون من الايرون بيلوز الالكترون اللي فين الاول؟ هتقول لي اللي في الاس وبعدين اللي في ال 3 دي.
اللي في الاس الاول بعدين اللي في ال 3 دي. هو بقى بيقول لك ليه؟ بيقول لك ال element of the first transition series loses their 4 electrons 4s electrons before ال 3 دي، صح؟ بسبب ان ال 4s orbital عندها less number؟ لا. هو ايه السبب العلمي؟ السبب العلمي ان ادي الليفل نمبر 4 وادي الليفل نمبر 3، ادي اس بي ماشي دي، هنا اس بي دي، هنا ده الاس نمبر 3 البي نمبر 3 الدي نمبر 3، الاس نمبر 4 البي نمبر 4 الدي نمبر 4. الاس نمبر 4 عندها 2 الكترون اللي هي دي، الدي نمبر 3 اللي هي الدي اللي موجوده في الليفل نمبر 3 عندها كام الكترون؟ عندها 6، صح؟ شرحناها دي قبل كده بس هفكرك بيها تاني. وادي النيوكليوس، طبعا ده الليفل الاولاني وادي الليفل الثاني. انه الكترون ابعد عن النيوكليوس؟ بمجرد النظر بعينك كده فين الالكترون اللي بعيد عن النيوكليوس؟ هتقول الاثنين اللي في الاس، يبقى بالتالي هم دول اللي ماسكين مع النيوكليوس بشكل اضعف. ما هو النيوكليوس دي بوزيتيف والالكترون دي نيجاتيف، فطبيعي ان يكون في ما بينهم اتراكشن فورس، فبالتالي هتقول ان الاتراكشن ما بين الالكترون اللي هنا واللي هنا ضعيف. الاتراكشن اللي ما بين الستة دول ودي اقوى، مش عشان العدد ده، عشان قرب المسافه. يبقى حته العدد دي غلط، يبقى كنسل اول واحده. هل بسبب ان الفور اس اوربيتال ليس انرجي يعني ماسكه بشكل اضعف؟ ايوه صح مظبوط. فتبقى الاجابه بالنسبه لي ايه؟ ها بي تنفع؟ طب تعالى كده نشوف. بيقول لك هل الفور اس اوربيتال هي ابعد عن السب ليفل ولا الفور اس اوربيتال از كومبليتلي فيلد؟ اولا اكنسل اي ودي دول 100%. تعالى بقى نشرح بي وسي لان الاثنين بيلخبطوا. بي بيقول لك ان الاس عندها انرجي اقل. هو المعلومه دي صح؟ بس هل هو ده السبب اللي بيخلي الاس يفقد الاول؟ لا، ده اللي بيخلي السبب ان الاس هو اللي يجين الاول مش يفقد الاول. فهمت البوينت؟ طيب السؤال بقى رقم 2، هل الاس اوربيتال ابعد عن النيوكليوس؟ طالما هي ابعد عن النيوكليوس يبقى هي عندها اقل اتراكشن فورس، يبقى بالتالي احنا بنقدر نلوز الالكترون من الاس الاول بسبب مين؟ بسبب بعده عن النيوكليوس. السؤال رقم 27 بيقول لك the highest oxidation state for the transition element X the electronic configuration is A. مديك element وبيقول لك الاليمنت ده الماكسيمم نمبر من الاكسيديشن ستيت قد ايه؟ عندي طريقه حلوه قوي سهله، اجمع عدد الالكترون اللي في الاس والدي اللي هم بعد النوبل جاز، وهو ده الماكسيمم نمبر للاكسيديشن نمبر. طب انا عندي 2 في الاس باخدهم وعندي 3 في الدي باخدهم، يبقى 2 بلس 3 5 يبقى 5، يبقى تبقى الاجابه سي. السؤال بعد كده 28 بيقول لك مين the highest oxidation state في الفيرست ترانزيشن سيريز؟ الفيرست ترانزيشن سيريز الهايست اوكسيديشن ستيت كان الام ان، لانه كان بيقدر يلوز 7 الكترون مره واحده. حلو، يبقى معنى كده الام ان و7 بوزيتيف دي محفوظه وموجوده طبعا عندك في ورقه المفاهيم. اللي بعد منه السؤال رقم 29 بيقول لك ايه؟ the element from the first transition series which have no multiple oxidation state مين؟ بيقول لك كل الترانزيشن element دي، كل الترانزيشن element دي بيقدروا يفقدوا في اكتر من مره. يعني على سبيل المثال الاليمنت اللي هنا اللي هو مين اللي هنا؟ اللي هو التيتانيوم يقدر يفقد 2 و3 و4. اللي بعد منه 2 و3 و4 و5، اللي بعد منه 2 و3 و4 و5 و6، اللي بعد منه 2 و3 و4 و5 و6 و7. فهمت حاجه؟ يبقى كل الاليمنت وانت ماشي كده الاكسيديشن نمبر عمال يزيد وبعدين بيرجع يقل تاني الا اليمنت واحد. هتقول لي الزنك، هقول لك الغلط. هتقول لي بس يا مستر الزنك ما كانش عنده غير 2 بوزيتيف بس. الزنك مش ترانزيشن اليمنت يا باشا، ما احنا قلناها في الحصه الاولانيه صح؟ يبقى بالتالي هو بيسال على الترانزيشن اليمنت. الترانزيشن اليمنت دول من الفيرست ترانزيشن سيريز ما عندوش مالتيبلاي في الاكسيديشن ستيت، هو عنده حاجات ثوابت، حاجات بسيطه بس. مين هم بقى؟ انا عايز اختار اللي ما عندوش مالتيبلاي في الاكسيديشن ستيت، يبقى بالتالي الكروميوم هستبعده صح؟ فيرست ترانزيشن سيريز. يبقى اول حد هستبعد الكبر عشان عنده 2، هستبعد الكبر، هستبعد الكبر، فتبقى الاجابه بالاستبعاد سي سكانديوم ده وزنك.
هتقولي ما حضرتك لسه قايل الزنك ما ينفعش. هو هنا انا لما رجعت نص السؤال بيقول لي الفيرست ترانزيشن سيريس، ما قاليش الفيرست ترانزيشن اليمنت. لو قال لي ترانزيشن اليمنت يبقى لازم استبعد الزنك، انما لو قال لي فيرست ترانزيشن سيريس هو من ضمن السيريس بس مش من ضمن الاليمنت. فهمت الفكره؟ فتبقى الاجابه بالنسبه لي سي. السؤال رقم 30. السؤال رقم 30 بيقول ايه؟ ها اكبر يا باشا كده معايا. السؤال رقم 30 بيقول لك ان الاسكانديوم has oxidation state in all compound ايه؟ ادي الاسكانديوم اهو، مش هو موجود في ال 3 بي؟ يبقى الاسكانديوم ده ما بيقدرش يلوز غير ال 3 بوزيتيف بس. فين ال 3 بوزيتيف؟ ها؟ يبقى تبقى الاجابه بي. اللي بعد منه which of the following compound cannot be found in neutral او الناتشر الطبيعه. نيوترال ايه بس؟ في حد ما ينفعش يكون موجود في الناتشر في الطبيعه. يعني معنى كده عنده، اكتب فوق كلمه cannot be found، اكتب بعد اذنك كده فوق منها abnormal oxidation state. يعني ايه؟ يعني وصل لاوكسيديشن ستيت ما ينفعش ان هو يوصل لها اصلا. طيب تعالى كده معايا، انا واخد بالي ان هو بيتكلم على الاسكانديوم صح؟ تمام. تعالى نمسك كومباوند كده ونفصص نشوف مين اللي ينفع ومين اللي ما ينفعش. يلا معايا كده. اسكانديوم الاولاني ادي اسكانديوم الاسكانديوم هنا عامل لوزنج لقد ايه؟ مش فاكر، تعالى افكرك. مش الاكسجين في الحصه التاسيسيه رقم 2 كنت قلت لك ان الاكسجين بنيجاتيف 2، يبقى حط نيجاتيف 2 هنا والاسكانديوم ينزل زي ما هو. طب الاكسجين هي متكرره كم مره او الاو دي متكرره كم مره؟ مره واحده، يبقى نيجاتيف 2 باي 1 بنيجاتيف 2 ايكوال 0 عشان كومباوند لازم يساوي بزيرو. يبقى الاسكانديوم هنا فقد كام الكترون؟ 2 عشان هتودي دي بالاوبزيت ساين. هل ده ينفع؟ لا. طب الاسكانديوم اللي بعد منه ادي اسكانديوم 2O3 تساويه بالزيرو برضه يا مستر. حاضر. نيجاتيف 2 للاو، 2 في 3 بنيجاتيف 6 و2 اسكانديوم ادي 2 اسكانديوم. يبقى الاثنين اسكانديوم ب6 عشان دي راحت بالاوبزيت ساين. يبقى الاسكانديوم الواحده بكام؟ ب3. هل ده ينفع؟ هي اصلا الاسكانديوم ما بتفقدش غير 3. يبقى اول واحد ما ينفعش، تاني واحد ينفع. طب بص كده معانا تالت واحد. هتقول لي اسكانديوم كام؟ او ايه؟ O2 تساوي بالزيرو بعد اذن حضرتك. نيجاتيف 2 2 في 2 ب4 وادي الاسكانديوم. يبقى الاسكانديوم بيساوي كام؟ بيساوي 4. ادي ال4. ينفع ده؟ لا، الاسكانديوم اخره 3 بس، يبقى ما ينفعش معايا A ولا C. فتبقى الاجابه D. A و C are correct choice، يعني هم مش موجودين في الطبيعه. السؤال اللي بعد منه بيقول لك mention the oxidation state of the first transition series except zinc. ماشي، دول كلهم mention the oxidation state of all of the first transition series carry out except zinc. يعني الارقام دي كلها موجوده. هتعمل ايه؟ هتفتح ملزمه الشرح بتاعتي، هتلاقيني عامل لك جدول للاكسيديشن ستيت بتاعت كل الترانزيشن اليمنت. هتلاقي كل الترانزيشن اليمنت فيه رقم مشترك ما بينهم كلهم ما عدا الزنك اللي هو كام؟ 3 بوزيتيف. هتقولي مستر بس الكبر حضرتك كنت كاتب لي فوق منه 1 و2. ما انا قلت لك في الشرح ان هو كمان بيلوس 3، ودي اللي لسه هناخدها كمان تاني قدام ان شاء الله. يبقى بالتالي الاكسيديشن ستيت اللي ما ينفعش يكون موجود في الزنك بس موجود في كل الترانزيشن اليمنت هو ال 3 بوزيتيف. السؤال اللي بعد منه نمبر 33 بيقول لك what is the oxidation state of ال IVB جروب وفي الاليمنت which is completely filled. كلمه الاي في يعني زي ما اتفقنا هنا، احنا قلنا ان كلمه الاي في دي معناها الفي ب5 صح؟ نعمل كده بس كده مع بعضينا. يبقى الفي فين؟ معلقه ليه بس؟ الفي ب5 والواحد قبلها دي يعني بلس صح؟ يبقى ده 1 بلس كام؟ بلس 5 سوري 1 ماينس 1 فين احنا؟ سوري بس امسح الاول، امسح كل الكلام ده ارجع اكتب تاني. يبقى الفي اي يبقى ده معناه 1، ده الفي يعني 1 ودي ماينس الفي 5، يبقى معنى كده هتبقى بكام؟ ب4. يبقى الاليمنت of the first transition series عنده ب4. دي 4 دي صح؟
طالما هو في الفور يبقى يقدر ماكسيموم يدوس في كام الكترون؟ 4 بوزيتيف. مرة تانية عشان لو انت تهت. اي في بي معناها 4 بي. الاليمنت اللي موجود في الفور بي يبقى بيقدر يلوز كام؟ بيقدر يلوز 4. مش احنا قلنا ان الماكسيموم اوكسيديشن نمبر لاي اليمنت في الدنيا doesn't exceed الجروب نمبر؟ هتقول لي اه مظبوط. خلاص يبقى انا في الاكسيديشن، انا في الجروب نمبر 4، يبقى انا بلوز 4. شكرا على كده. السؤال بعديه the element sorry A is one of the elements that has not oxidation state equal to the number of the vertical group. هنا ده السؤال اللي كنت لسه بقول لك عليه. كل الترانزيشن element موجوده في جروب بيكون عندها oxidation number maximum oxidation number doesn't exceed الجروب نمبر except جروب واحد. ايه هم الجروب؟ جروب ال1 بي. يبقى بص بقى كده معايا، يقول لك مين one of the element has not oxidation state equal to الجروب نمبر فيرتيكال جروب. هتقول لي يبقى هو مفيش غير الكبر. يبقى الكبر، بص خد بالك كده حضرتك معايا، الكبر اللي هو هنا ادي الكبر اهو، كبر والسيلفر والجولد الثلاثه اللي تحت بعض مالهم لوكيتد في الجروب ال1 بي. يبقى المفروض الماكسيمم اوكسيديشن نمبر كام؟ 1 بي، 1 الكترون. اكتشفنا ان هم بيقدروا يفقدوا 2 و3 كمان. يبقى ايه الخاصيه او ايه البروبرتي بتاعت الاليمنت اللي هنا؟ ان هم عندهم اوكسيديشن ستيت اكسيد الجروب نمبر. يبقى تبقى الاجابه بالنسبه لي كبر. السؤال اللي بعد منه، ودول اخر سؤالين في الورك شيت، وبعد كده هنخش في اسئله الهوم ورك. In one of the period from the periodic table ادي ال 3B، يعني مديك element ده في 3B، بيقول لك يا ترى مين الاليمنت دي؟ طيب تعالى كده نمسح مع بعضينا. بص يا باشا معايا، هو مديك كروس سكشن كده انا هعمله زي ما هو عامله. عامل كام؟ 5. ادي 1 2 3 4. وبيقول لك ان الاليمنت ده موجود في ال 3B. حلو، يبقى ده ايه؟ يبقى ده في الفور بي. طيب يبقى ده مين؟ افتح كده البريدك تيبل. لا سوري، ده ما ينفعش، ده المفروض يبدا من هنا. سوري ماشي، نرجع تاني معلش حقك عليا. ده بيقول لي ده في ال 3 بي اهو، ده ال 3 بي. يبقى ده هيبقى فين؟ ده هيبقى في الفور بي. يبقى ده هيبقى فين؟ يبقى ده هيبقى في الفايف بي. طب وده هيبقى مين؟ يبقى ده 1 اي وده 2 اي. ادي البريدك تيبل، ريبريزنتيف جروب ال 1 اي ال 2 اي، وبعد كده اللي موجودين قدام حضرتك دول. طيب يا دكتور مين الاليمنت دي؟ بيقول لك الاليمنت او الاليمنتس which have only one oxidation state. هتقول لي انا عارف ان الدي بلوك كلها عندهم مالتبلاي في الاكسيديشن ستيت، بيقدروا يفقدوا الكترون كتير جدا. اقول لك صح، باستثناء الاليمنت في ال 3 بي. ال 3 بي كانت بتقدر تلوز كل الالكترون اللي عندها زيها زي الريبريزنتيف اليمنت، علشان بتوصل الدي بتاعتي امتي، وبالتالي بتخلي الاليمنت او الايون اللي قدام مني مور ستيبل. يبقى ده معايا، وكده كده الريبريزنتيف اليمنت معايا، انما ده مش معايا وده مش معايا. يبقى الاليمنت الاولاني اللي هو الاي والاكس والار كلهم معايا، يبقى اي اكس ار، فتبقى الاجابه سي. اللي بعد منه the element x the first transition element ماشي of the first transition series مفيش مشكله XCl XCl2 XCl3 but cannot give XCl4. يا ترى الاتوميك نمبر بتاع الاليمنت ده هيبقى مين؟ يعني الاليمنت بيقول لك اقدر افقد الكترون واحد والكترون 2 والكترون 3. هتقول لي ازاي حضرتك عرفت حاجه زي كده؟ تعالى اوريك المعلومه العبقريه دي، معلومه اظن ان انت فاكرها يعني، بس برضه هفكرك بيها. بص حضرتك، هو الاليمنت ده XCl XCl2 XCl3. هنا الاكس عمل لوز ل1 عشان ماسك في CL واحده، لان الCL بنيجاتيف 1 يبقى ده لازم يكون قدها، يبقى بوزيتيف 1. هنا ماسك في 2 يبقى الاكس هنا بكام؟ ب2 بوزيتيف. ادي 2 بوزيتيف، وده هنا يبقى كام؟ 3 بوزيتيف. مظبوط؟ 1 2 3.
عايز ترانزيشن اليمنت يقدر يفقد 1 و 2 و 3. اولا انا عرفت من الاولاني اصلا يا مستر ليه؟ مش حضرتك يا مستر قلت لي ان ده في جروب ال1 بي بيقدر يفقد من 1 ل 3 لسه قايلها من شويه؟ ايوه، يبقى ده وده وده بينطبقوا على الاليمنت اللي في جروب ال1 بي. يا مستر مين الاليمنت اللي في جروب ال1 بي؟ ها؟ كبر، سيلفر، جولد. يبقى الاجابه 29 لان الكبر عنده 29 الكترون، فتبقى الاجابه ب. بكده نكون خلصنا الورك شيت. لو حابب تاخد بريك دلوقتي وترجع معايا للهوم ورك خد بريك. لو انت بتقطع الفيديو وبتتفرج على الاسئله اللي وقفت معاك بس زي ما انا قلت لك وده الافضل، يبقى كمل خد الفيديو كله مره واحده، مش هيكمل معاك ساعه زمن يعني على حسب عدد الاسئله اللي واقفه معاك. وفر وقتك للمذاكره والحل بايدك اكتر من انك تسمع المدرسين كتير. شغلك بايدك افضل 100 مره من انك تسمع المدرسين سواء انا او اي مدرس زميل لي. تمام يا ريس؟ كمل معايا. السؤال رقم 37 او السؤال الاول في الهوم ورك. وكده كده الهوم ورك ما تقلقوش مش كبير قوي يعني، ما تتخضوش، هم كلهم 73 سؤال وده رقم 37 يعني قدامنا بتاع حوالي مش عارف انت راجل علم علوم بقى او علم رياضه احسبها انت. element that are not similar in the property of each of their similarity between موجودين في مين؟ السؤال الرقم بيقول لك ايه تاني؟ element that are more similar. تعالى افكرك more similar اول ما تشوفها وانت مغمض تعمل ايه يا ريس؟ element دي يا مستر يا عم اكتب بقى element دي جروب ال8. طيب يا ريس جروب ال8 ده ايه نظامه؟ ايه شغله؟ ايه دنيته؟ ده بينتهي بال 6 7 8 6 7 8 اهم هم دول. يبقى دور كده معايا 6 7 8 ايوه اهي. يبقى الاجابه مين؟ دي اخر واحده. السؤال اللي بعديه in the second transition series A sublevel is filled successfully with the electron ولوكيتد في البيريد نمبر كام؟ هو بيتكلم على السكند ترانزيشن سيريز اهي يا مستر. ادي السكند دي الفيرست ترانزيشن سيريز، ادي السكند يبقى بينتهي بمين يا مستر؟ 4 دي. يبقى انا عايز ال 4 دي، يبقى اكنسل A واكنسل C. طب هو موجود في انهي بيريود؟ دي في البيريود نمبر 4 دي في البيريود نمبر 5، يبقى هو موجود في الفيفث بيريود، يبقى تبقى الاجابه B. السؤال اللي بعده بيقول لك مين؟ The orbital of A containing the largest number of الامبيرد الكترون. عنده اكبر عدد من الامبيرد الكترون. عايز تعرف حاجه زي كده لازم ترسمه كله. طب ارسمهم كلهم ازاي حضرتك؟ تعالى يا باشا اوريك طريقه سهله قوي ترسم بيهم الحاجات دي كلها. هو بيقول لك الدي بتاعتي بكام؟ ها اول واحد دي ب6، ها اللي بعد منه دي كام؟ 7، اللي بعد منه دي كام؟ 8 ودي 9. نعمل الدي 9 هنا. وبيقول لحضرتك مين اللي عنده اكبر سنجل الكترون، صح؟ هي ممكن تيجي بمجرد النظر بس هنفترض ان انت مش واخد بالك ومش مركز فيها قوي. اوريك الطريقه البدائيه ورقه وقلم وتقعد تشتغل يا باشا وتشوف دنيتك هتبقى عامله ازاي. بص يا حبيبي هو بيقول لك اول ولين عنده 6 1 2 3 4 5 6. اوعى ترسم بير سنجل 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 ها بير. يبقى ده عنده كام الكترون؟ 4. طب ده 7. ادي سنجل 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 بير سنجل 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 بير سنجل 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 بير. يبقى ده يا مستر ده عنده كام الكترون سنجل؟ 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1. ده هيبقى واحد بس سوري انا ما اعرفش ازاي نسيت ده بس تمام. يبقى مين اللي عنده الهايست نمبر اوف سنجل الكترون؟ اول واحد عنده 4. تبقى الاجابه ايه. السؤال رقم 40 بيقول لك the electronic configuration of an element that is located in the column ماشي before the last in the sublevel is. يعني بيقول لك في الكونفيجريشن بتاع الاليمنت حلو that is located in the column موجود في الكولوم before the last
اللي هو قبل الاخير مش الاخير ان الدي بلوك. طيب يا حضرتك اعمل لي الكونفجريشن، عشان كده مش راضي امسح دي هتحل لك حاجات كتير قوي دي. هو ادي البريدكت تيبل وادي الاخير وادي قبل الاخير. هو مستر بيسال على الاخير ولا قبل الاخير؟ لا يا حبيبي ده بيسال على بيفور ذا لاست، قبل الاخير. قبل الاخير يبقى انا واقف حضرتك هنا يا عم اشتغل بقى. يبقى انا واقف حضرتك هنا، الاليمنت ده بينتهي بدي 10 بس خد بالك ده كان اكسبشن في الكونفجريشن، يبقى اس 1 دي 10 اس 1 دي 10 تبقى الاجابه سي. فهمتها جت ازاي؟ ماشي. السؤال رقم اللي بعده 41 بيقول لحضرتك ايه؟ Which of the following configuration include exception، يعني في استثناء leads to يؤدي الى be less energy، يعني بيخليه اقل في الانرجي than الاكسبكتد. مين الاكسبشن في الكونفجريشن؟ هو الاكسبشن في الكونفجريشن S1 D5 في حاله الاليمنت اللي في جروب ال 6B، او S1 D10 في حاله الاليمنت اللي في جروب ال 1B. مفيش غيرهم، دور عليهم. اول واحد مش اكسبشن، تاني واحد عادي مش اكسبشن، تالت واحد عادي مش اكسبشن، يبقى تبقى الاجابه الاخيره for S1 3D10 يعني الاليمنت بتاعت الجروب 1B. اللي بعده السؤال رقم 42 بيقول لك in which of the following element its D sublevel is completely filled in atomic state. عايزين حد الدي بتاعته بتكون كومبليت في الاتوميك ستيت. عينك معايا هنا دي 1 2 3 4 مش عايزهم، انا عايز الحاجه كومبليتد. يبقى اخر اتنين كبر وزنك. الكبر والزنك في الاتوميك ستيت يعني قبل ما يعملوا لوزنج الالكترون تبقى الاجابه بتاعتهم ايه؟ او يبقى الدي بتاعتهم كومبليتلي فيلد. زنك معايا كبر معايا، يبقى الاجابه A and C. اللي بعد منه بيقول لك which of the following has exception anonymous، يعني exception in electronic configuration. exception في الالكترونيك كونفجريشن فانت مضطر انك تعملهم، بس في حاجات مشهوره وظاهره قدامك زي مين؟ زي الزنك، صح؟ مش الزنك ده هو اللي هنا؟ هتقول لي اه، هتقول لي يبقى الزنك ده ماله يا دكتور؟ مش اكسبشن في الالكترونيك كونفجريشن. عندي بقى طريقه ليك سهله قوي قوي قوي. هتفتح البريدكت تيبل، حلو، وهو مديك الاتوميك نمبر، مظبوط؟ هتروح تدور على الاتوميك نمبر وتشوف الاليمنت فين. لو لقيت اي اليمنت من الاربعه دول موجود فين يا مستر؟ ها بص معايا كده، موجود في جروب ال 6B هنا او موجود في جروب ال 1B هنا، يبقى اكسبشن في الكونفجريشن على طول. any element located in 6B or 1B مالهم is exception in configuration. اي element موجود في ال 1B، اي element موجود في ال 6B دايما بيكونوا exception في الكونفجريشن. فانت مش لازم تتعب نفسك وتعمل كونفجريشن بايدك. انت يا باشا في الامتحان معاك ورقه المفاهيم، اول حاجه فيها موجود فيها البريدكت تيبل، هتاخد دول وتشوف مين فيهم اللي لوكيتد في ال 1B او ال 6B، يبقى هو اكسبشن، فتلاقي الاجابه مين؟ بي، تاني واحد اللي هو الموليبيديوم 42. اللي بعد منه السؤال رقم 44 بيقول لك in fifth period، في البيريود نمبر 5 اللي هي هنا، بيقول لك ايه؟ the periodic table عندنا two element have same number of in D sublevel. حلو، يعني عندنا عدد الكترون ان دي في 2 element زي بعض. حلو، يبقى الاليمنت دول المفروض يكون مين؟ انا بقول لك في الفيفث بيريود، صح؟ في الفيفث بيريود يعني هنا. حلو، عندي element عندهم عدد الكترون في الدي قد بعض. هتقول لي طب ما هو ال 6B وال 7B كده كده زي بعض، دي 5 دي 5، وال 1B وال 2B دي 10 دي 10، يبقى عندي ينفع الاليمنت اللي في ال 6B واللي في ال 7B ده ينفعوا، وال 1B وال 2B هم كمان برضه ينفعوا. بس خد بال حضرتك هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا بتكلم على السكند بيريود. عرفت منين السكند بيريود؟ لان هو بيقول لي في الفيفث السكند سيريس يعني الفيفث بيريود، يبقى 24 25 29 30 صح، بس مش هختارهم. ليه؟ لان دول موجودين في الفيرست ترانزيشن سيريس فما ينفعنيش. يبقى تبقى الاجابه 42 اند 43. لما تيجي تفتح البريدكت تيبل هتلاقي ال 42 موجود في ال 6B، وهتلاقي ال 43 موجود في ال 7P. اللي بعد منه بيقول لك transition element X in which ال 4D sublevel filled with the electron before ال 5S. يعني ايه؟ يعني exception في الكونفجريشن. element
حلو. بيقول لك which ال 4 دي sub level filled with the electron، خدت الكترون الاول، يعني خدت كلها، يعني وصلت ل 4 دي 10 بفور الاس، يعني قبل الاس. يعني معنى كده ان انا بتكلم على مين حضرتك؟ ان انا بتكلم على element ماله ال 5 اس وال 4 دي، الدي خدت 10 قبل ما الاس تكتمل، يعني الاس عندها 1، يعني اكسبشن في الكونفجريشن. يبقى الاليمنت ده موجود فين؟ هتقول لي يبقى الاليمنت ده موجود في ال 1 بي، صح؟ واتفقنا بقى ان الديت دي ب 10 وبس الاس بتاعته ب 1. طيب يبقى الاليمنت ده هيكون موجود في ال 1 بي. السؤال اللي بعد منه اكس واي ار 2 element، حلو، from الدي بلوك، حلو، as الواي is located تحت below الاكس، يعني واي فوق، سوري الاكس فوق والواي تحت منه دايركت، والكونفجريشن بتاع الاكس بكذا، والنمبر اوف الامبيرد الكترون بتاعت الاكس مش عارف كام، يبقى الواي ايه؟ تعال بص بقى كده معايا. الاسئله اللي زي دي بتبقى لطيفه قوي. بيقول لك ادي element اهو، حلو، ادي الاكس، بيقول لك ايه؟ ان الاليمنت واي از لوكيتد تحت الاكس، يبقى الاكس اهو، اكس اهو وواي اهي، مظبوط. وبيقول لك ان الاليمنت اكس the configuration of x كان n s2 n minus 1 d3، يبقى ده الاكس. طب يبقى الواي يا ترى ايه؟ الكونفجريشن بتاع الواي هو مش تحت منه، وانا دايما في اللي تحت بص بزود على السب ليفل واحد، يعني ده كان 3 دي يبقى اللي تحتيه 4 دي يبقى اللي تحتيه 5 دي اللي تحتيه 6 دي. طب اذا كان الاكس اللي هو فوق كان انتهى بايه؟ n minus 1، صح؟ طب انا هنزل تحت يبقى انا هزود نمبر، يبقى ده هيبقى هنا ايه؟ n plus 1، يبقى انا لازم ابدا بالn plus 1، صح؟ وهو بيقول لك ان ال n s2 n minus 1 دي has ال n in the number of the period، حلو. so the configuration of the element y هيبقى مين؟ لازم وانا نازل تحت يبقى ده يكون n plus 1 s2. ليه؟ مش انا بنزل بزود، خلاص يبقى تبقى الاجابه بالنسبه لي c. فهمت الفكره ولا رخم؟ طبعا انك تكون فهمتها، لو ما فهمتهاش يبقى قول لي مستر السؤال ده كان رخم عليا. اي سؤال بصفه عامه ما فهمتوش مني في الشرح تجيبوا لي في السنتر او تجيبوا لي في اللايف سيشن لو انت من طلبه الاونلاين، وان شاء الله خير يعني. السؤال بعد كده بيقول لك ايه؟ What is the general electronic configuration of the group VIB؟ VI الاي جت بعد الفي يبقى بلس مش ماينس، يعني في الستة، صح؟ بيقول لك ايه بقى الكونفجريشن؟ 6، يعني انا بتكلم فين الستة؟ يعني الستة يعني هنا زي الايرن مثلا، يبقى هنا هتقول لي بسم الله. بص يا حبيبي، هتقول لي هو موجود في ال6 بيريود، قلنا صح، يبقى 4s2 3d6. هل انا عندي حاجه من دول؟ عندي حاجه d6؟ لا، كنسل، مفيش. اللي بعد منه يا دكتور ايه ده؟ 6 هو في ال6 بيريود. سوري هو بيقول لك انا اسف معلش، في ال6 بيريود. 6 بيريود يعني ايه؟ يبقى اكسبشن في الكونفجريشن، فتبقى الاجابه سي. معلش غلط من عندي ده. ليه؟ بقى احنا بنتكلم على 6، يعني احنا بنتكلم هنا يعني زي مثلا الكبر، هتقول لي يبقى 4s1 3d سوري زي الكروميوم 3d كام؟ 3d 5. اللي بعد منه بيقول لي write the general electronic configuration for element موجود في الفيفث vertical column in periodic table. fifth vertical column يعني انا بتكلم على ادي الاول، خد بالك ما بيعد الكولوم مش بيعد الجروب، يبقى دي الفيرست جروب، الفيرست كولوم، السكند كولوم، صح؟ الثيرد كولوم، فورث، فيفث، مظبوط كده؟ انا عديت 5 من اول هنا لان انا قلت هنا 1 2 3 4 5.
بس هو قال لك ايه؟ قال لك الفيفث فيرتيكال كولوم ان ذا تيبل، من التيبل كله. فانت مضطر انك تعمل ايه؟ تعد 5 من اول التيبل كله. ازاي يا مستر اعملها؟ هتقول لي حضرتك عندك 2 في الاس، وحضرتك عندك شويه حلوين في الدي، صح؟ ادي الدي اهي وادي الاس اهي، ادي 1 2 3 4 5، يعني تالت واحد في الدي، يبقى دي 1 2 3، يبقى الاليمنت اللي موجود في ال5 بي، يبقى تبقى الاجابه اول واحده. تاني مستر حضرتك عديت مرتين، قال لك موجود في الفيرتيكال كولوم رقم 5، ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5. اللي انا عملته ده غلط. ليه يا مستر؟ لان هو بيقول لي الخامس من التيبل، يعني ابدا عد، ده في قبل الدي في اس، في 2 للاس، يبقى عدهم صح؟ يبقى عديت الاثنين اللي في الاس واوصل لحد الخامس، فهلاقي نفسي عند الثالث في الدي، يبقى هنا. طيب اللي بعد منه element is located in vertical column number 10، حلو، in the periodic table، موجود في الفيرتيكال كولوم نمبر 10 في التيبل، يبقى عد من كله، يبقى في 2 في الاس، ويبقى ده 3 4 5 6 7 8 9 10، يبقى بيتكلم على الاليمنت ده اللي هو مين؟ اللي هو النيكل، يبقى تبقى الاجابه ان اي نيكل. السؤال اللي بعد منه بيقول لك find the atomic number، احسب لي الاتوميك نمبر بتاع element موجود في الفيفث بيريود، واخر كونفيجريشن ليه بيبقى عنده الرقم ده. في الفيفث بيريود دي الفورث بيريود، دي الفيفث بيريود، يعني بنتقبل 4 دي، يعني 4 دي كام؟ 4 دي 5، واللي قبل منه كان ان اس، يعني اس 2، ودي ان ماينس 1، يبقى دي هتبقى كام؟ هتبقى 5، وقبليهم كلهم دول السكند سيريس كلها الترانزيشن النوبل جاز اللي قبليهم كان اسمه الكريبتون 36. فاجمع كده بقى معايا، يبقى انا عندي 36 الكترون في النوبل جاز، 2 الكترون في الاس، ها، وبعد كده كام الكترون في الدي؟ 5، يبقى تبقى الاجابه كلها كام؟ 36 بلس 2 38، 38 بلس 5 يبقى كام؟ 43 صح؟ تبقى الإجابة 43، تبقى الإجابة C. اللي بعد منه the configuration ده بيريبريزنت مين؟ NS1 N-1 D10، يبقى معنى كده يا مستر ده اكسبشن في الكونفيجريشن، يبقى ده element في ال1B. يبقى هل الاليمنت ده موجود في ال1B of the periodic table with high energy atom، ولا الاليمنت ده موجود في ال11 في الكولوم نمبر 11، حلو، with low energy، ولا بيريبريزنت الجروب ال3؟ لا دي غلط. يبقى انا بص في ال1B هو في ال1B، في ال11 كولوم هو برضه في ال11 كولوم، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زائد 2 بتوع الاس، يبقى 11، يبقى ده في ال11 كولوم او في جروب ال1B، الاثنين صح. الفكره بقى كلها هنا هاي انرجي ولا لو انرجي؟ هو مش ستيبل، ستيبل يبقى هاي انرجي على طول، فتبقى الاجابه اول واحده. السؤال رقم 52 بيقول لك ايه يا باشا؟ مديك تيبل in the figure represent a part which cut periodic table، مش عارف الدي بلوك، ماشي، ادي اكس واي زد ار، وبعد كده بيقول لك ايه السيميلاريتي بتوين البروبرتي بتوين اكس وواي مور ذان الاكس وزد. خد بالك بيقول لك اكتشفنا ان السيميلاريتي بتاعه اكس وواي اكبر من اكس وزد. هو الطبيعي اكس وزد يبقوا شبه بعض الطبيعي، والواي والار يبقوا شبه بعض، زي ما قلت لك في الشرح ان الاليمنت اللي تحت بعض بيكون شبه بعض. انما ان انا اقول لك ان الاثنين اليمنت اللي جنب بعض شبه بعض، ده معناه ان انا بتكلم على الاليمنت في الجروب ال8. مظبوط كده؟ يبقى معنى كده بيقول لك ان الواي in found in the periodic table in 8 in column 8 ولا ايه؟ طب تعالى كده مع بعض. هو انا بقول لحضرتك ركز معايا في السؤال ده عشان السؤال ده فيه فكره لطيفه قوي. هو بيقول لك ان الاليمنت دي شبه بعض، يبقى معنى كده ان الاليمنت دي موجوده في ايه؟ في جروب ال8. حلو.
هنعمل كده، نعمل كده ادي ال 10 بالنسبه لنا، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. حلو، ادي ده، وهنا في 2 في الاول بتوع الاس بلوك. ادي هنا ده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12. بص بقى حضرتك، ركز معايا قوي في الحته دي. الاكس والواي شبه بعض، يبقى الاكس والواي هنا ممكن ده يكون الاكس وممكن ده يكون الواي، صح؟ يعني هنعتبر ان الاكس هو دي البدايه بتاعته من هنا، ادي 1 دي بدأ في الفيرست ترانزيشن سيريز، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 سوري 3 4 5 6 7 8. يبقى ادي هنا اقول الاكس، وادي هنا اقول الواي، وتحت منه اقول ادي الزد وادي الار. ادي الترتيب اللي موجود عندي. حلو؟ تمام. هل الاليمنت واي ينفع يكون في ال8 جروب؟ لا، لازم يكون في ال9 كولوم، يبقى الواحده ما تنفعش. هل الواي موجود في ال3؟ لا. هل الاكس ممكن يكون موجود في ال9؟ هو انا ينفع احط الاكس، بص كده معايا هنا كده، هل ينفع احط الاكس هنا والواي هنا والزد هنا والار هنا؟ هيبقى هم تحت ال8 برضه، يبقى تنفع. يبقى الاليمنت، يبقى الاكس ممكن يكون موجود في ال9، ممكن يكون موجود في ال9، فتبقى الاجابه سي. السؤال بعد منه بيقول لك ان الاليمنت has a configuration for F14 5D 3 4 6S2. قال لك انتهى بال5D. 5D يعني هنا، يبقى في الثيرد ترانزيشن سيريس على طول. اللي بعد منه بيقول لك ايه؟ the element which its electrons are distributed in 10 sublevel، حلو، containing 2 unpaired electron in d sublevel. this element belong فين؟ حلو قوي الكلام ده، السؤال ده لطيف قوي، ركز فيه كده معايا. هو element او حد بيقول لك انا بنتهي بالدي، حلو، والدي ده كان ترتيبه العاشر. يبقى تعالى كده مع بعض نشتغل مع بعضينا. 1s 2s 2b 3s 3b 4s 3d. اقف؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لان 1 2 3 4 5 6 7 ده السابع، انا عايز الدي تكون العاشر. يبقى كمل، يبقى الدي اللي بعديه ده كام هيبقى؟ هيبقى بعد كده 4p 4p، وبعد كده هيبقى عندي مين؟ 5s، وبعد كده يبقى عندي مين؟ 4d. بس اقف لحد هنا يا مستر. ماشي، وقفنا لحد هنا. كمل كل دول كلهم كومبليتد باستثناء الدي. 2 2 6 2 6 2 10 6 2. اقف بقى هنا. ليه؟ بيقول لك الاليمنت الدي الاخيره عندها 2 امبيرد الكترون. عارف يعني ايه كلمه 2 امبيرد الكترون؟ يعني يا اما الدي شايله 8 يا اما الدي شايله 2. ايه ده ازاي يا دكتور؟ اقول لك لان الدي لو شايله 8 1 2 3 4 5. لا سوري انا كده عملت واحد زائد. حلو. 1 2 3 4 5 6 7 8 بس، يبقى دي سنجل ادي 2. اما التاني الاخ التاني اللي تحت فهو كده كده ما عندوش غير 2، فالاتنين هيقفوا ايه؟ الاتنين هيقفوا سنجل، صح؟ بص كده حضرتك، ادي 1 2. شكرا. يبقى كلمة 2 امبيرد الكترون دي مش معناها ان دي شايلة 2، لا ده معناها يا اما دي شايلة 8 يا اما دي شايلة 2. ده ينفع وده ينفع. طيب فهسيب دي مفتوحة، معرفش. لو هو شايل 2 يبقى موجود في جروب الايه؟ ال4 بي، صح؟ يبقى هو في السكند ترانزيشن سيريس. هو احنا انتهينا بال4 دي، 4 دي اهي، هل دي سكند ترانزيشن سيريس؟
سكند تمام. سكند ترانزيشن سيريس موجود في 4 بي تمام. سكند ترانزيشن سيريس موجود في جروب ال 2 بي. فين ال 2 بي اللي هو ده؟ لا مش تمام، ما ينفعش. سكند بيريود سكند ترانزيشن سيريس وموجود في جروب الفي اي يعني ايه؟ في يعني 5 اجمع عليها 3 يبقى 8، يعني موجود في جروب ال8. مظبوط صح. يبقى الاجابه A and C are correct. الاليمنت السكشن اللي بعد كده، الحته اللي بعد كده بيقول لك ايه؟ السؤال رقم 55 ده موجود في جروب الفي بي، يعني ايه؟ يعني ال 5 بي، ودي كل الاليمنت اللي جنب منه. طب تعالى كده نرسمهم مع بعضين. بص يا باشا اهو، هو كام؟ 2 5 ادي الخمسه هم يا باشا. 2 4 5. طيب ايه اللي انا بعمله ده؟ انا كده عملت كام؟ 1 2 3 4 5 6. سوري هنمسح ده يا باشا ولا كانك شفت حاجه. بس كده زي الفل قوي، عسليه قوي. بيقول لك ان الاليمنت الاخير موجود في الفي بي. في بي يعني ال 5 بي. فين ال 5 بي؟ اللي هو ده. حلو تمام. اللي هو مثلا زي مين؟ زي الفاناديوم. طبعا ده هيبقى الام بالنسبه لي هو الفاناديوم. طب واللي قبل الفاناديوم اللي هو ال 4 بي، يبقى ده موجود في ال 4 بي، يبقى ده هيبقى مين؟ تيتانيوم، اللي هو اسمه ايه هنا؟ ال، ده التيتانيوم. طب اللي قبل منه ال 3 بي اللي هو مين؟ سكانديوم، ده اللي هو هيبقى مين هنا بالنسبه له؟ الار. طب اللي بعد منه ادي اكس وادي ايه. مين اكس ومين ايه بقى؟ 2 ريبريزنتيف اليمنت. اللي قبل الاسكانديوم كان كالسيوم، واللي قبل الكالسيوم كان بوتاسيوم. هتفتح البريدك تيبل هتلاقي كل الكلام ده. حلو طيب. بيقول لك the element which has very high second ionization potential. نرجع تاني لاسئله السكند ionization والايونيزيشن potential. هاي سكند ايونيزيشن بوتنشال دي معناها ايه يا مستر؟ معناها انه بيفقد الالكترون الثاني بصعوبه، يبقى مستحيل انه يفقده. يبقى هو يقصد الاليمنت اللي بيفقد كام؟ الاول هتقول لي ازاي؟ ما هو يا حبيبي بيقول لك الفيرست عادي ما جابش سيرته، انما قال لك السكند ده هاي، يبقى الاليمنت ده اخر يلوز كام؟ اخر يلوز الكترون واحد بس. يبقى مين الاليمنت اللي اخر يلوز الكترون واحد؟ هو الاليمنت اللي موجود في جروب ال1A. طيب الكلام لحد كده؟ فتبقى الإجابة أول واحدة. السؤال اللي بعده هنرجع تاني لحتة أسئلة الأيونيزيشن بوتنشال، أسئلة مهمة وعبقرية. بيقول لك السؤال نمبر 56 بيقول لك إيه؟ If the value of ionization potential for transition element X from the first transition series دي أرقام. فكك من الأرقام، أنا هرسم الأرقام كجدول. اللي احنا اللي هو الدياجرام ده اللي احنا بنقول عليه في الكيمياء يعني بنسميه رياكشن بروفايل. يعني ايه مستر رياكشن بروفايل؟ اللي هو ده الرسم ده. بيقول لك ايه؟ الاولاني 600 بيفقد الاولاني ب 600، الثاني ب 1300، اللي بعديه 200. هو احنا عاملين نزيد ده عادي جدا. اللي بعديه 400 يعني شويه بسيطه كده. اللي بعديه 11. شفت بقى التدرج؟ هنا 600 1300 2000 4000، فالتدرج راكب على بعضه قريبين جدا من بعض. 11000 بعد 4000 11000. يبقى الجنبايه دي، يبقى ده اقدر اقول لحضرتك ان الاليمنت اخره يفقد الالكترون الكام؟ عد كده معايا. ادي الفيرست سكند ثيرد فورث فيفث، لا مش هيفقد الخامس. يبقى اخره يفقد الكام؟ الرابع. اخره يفقد الرابع، يعني الاليمنت موجود في جروب ال4 بي. 4 بي يعني عنده كام الكترون؟ 22 تيتانيوم. شكرا يا باشا. اللي بعد منه which of the following explain the reaction between the atomic number and the maximum oxidation number from the scandium to الMN. في ملزمه الشرح عندك اللي انا مسلمها لك بقول لك ان ابتداء من الاسكانديوم لحد الMN الاكسيديشن نمبر بيزيد. حلو كده؟ طيب
يبقى الريليشن دايركتلي بروبورشنال زي ما القلم في الشخبطه بيميل لك يعني. السؤال اللي بعد كده بيقول لك in which group. طب لو انت مش واخد بالك من السؤال ده تعالى فاهم. فاكر لما قلت لك من الاسكانديوم تيتانيوم فاناديوم كروميوم منجنيز الاكسيديشن نمبر عمال يزيد بوزيتيف 3 بوزيتيف 4 بوزيتيف 5 بوزيتيف 6 بوزيتيف 7 وبعديها بيرجع يقل تاني بوزيتيف 6 بوزيتيف 5 بوزيتيف 4 بوزيتيف 2 بوزيتيف 2. فهمت الكلام؟ طيب السؤال بعد كده بيقول لك ايه؟ in which group of D block the atom can lose all electron from S and D sublevel at once. مين الاليمنت اللي بيفقد الالكترون من الاس والدي كلهم مره واحده؟ يعني بيأكت كانه ريبريزنتيف اليمنت مش ترانزيشن. انا قلت لك كل الترانزيشن اليمنت عندهم فاريبل في الاكسيديشن ستيت باستثناء اليمنت واحد اللي هو اول اليمنت اللي هو الاسكانديوم او اليمنت اوف جروب 3 بي بصفه عامه. يبقى تبقى الاجابه 3 بي يعني ثالث اخر واحده. بعد كده السؤال نمبر 59 بيقول لك الاليمنت الاكس that located in group 3b when its element combine with الكلورين بيكون قد ايه؟ هو element في جروب 3b 3b يعني هنا انا لسه قايل لك من ثانيتين ان الاليمنت اللي في جروب 3b ما بيفقدوش غير 3 الكترون بس، صح؟ هتقول لي صح. يبقى لما اجي اقول لك element x بيلوز 3 الكترون والسي ال كده كده بيجي له 1 كروس مالتيبليكيشن يبقى اسمه اكس سي ال 3 بس. يبقى تبقى الاجابه اخر واحده. طيب which خلاص هانت قربنا نخلص. which of the following compound cannot be found in nature. برضو نفس فكره السؤال ده بقى هسيبه لك انت تحله. بيقول لك مين اللي مستحيل الاقيه في الطبيعه؟ هتقول لي خلاص انا هروح احسب الاكسيديشن نمبر لكل واحد من دول واشوف مين الاليمنت اللي ما ينفعش. طيب صعب عليك شويه؟ تعالى يا عم احلها لك ولا كانك زعق يا عم ولا اي حاجه. بص يا باشا ها شيل كل دول. بص يا ريس ايرون ادي الاف اي 2SO4 all bracket باي 3. الايرون بكام؟ ده الاس اوفر بنيجاتيف 2 في 3 ب 6 وهنا 2 ايرون ايكوال 0 يبقى الايرون بكام؟ ب 3. هل الايرون ينفع يلوز 3؟ الايرون بيلوز 2 و3 و4 و5 و6 والكومن 2 و3 بس. يبقى دي موجوده معايا. سكانديوم اس او 4 ادي سكانديوم اس او 4 باي 2 دي بنيجاتيف 2 2 في 2 ب 4 ايكوال 0 ادي الاسكانديوم. يبقى الاسكانديوم بيساوي كام؟ 4 بس. شكرا على كده. هل ينفع الاسكانديوم يلوز 4؟ لا الاسكانديوم اغلى يلوز 3. اذا يبقى الاجابه هتبقى بي. السؤال اللي بعده بيقول لك all the following element atom reach to positive state by losing a pairing of electron from same orbital اللي هو يعني يقصد بيه الاس لان الاس هو الاوربيتال واحد except مين؟ كل الترانزيشن اليمنت بتلوز 2 الكترون من الاس باستثناء حد. مين هو الحد؟ اللي لما يجي يلوز 2 الكترون مش بيعملوا لهم لوز من الاس. هما 2 شخصيتين. مين هما يا مستر الشخصيتين؟ الشخصيتين اللي عندهم 1 الكترون بس في الاس. فاكرهم؟ افكرك انا بيهم. كروميوم 24 كان عنده 4s1 3d5 والكبر 29 كان عنده 4s2 3d كام؟ سوري 4s1 3d 10 صح؟ يعني ايه؟ يعني انا لما اجي افقد 2 الكترون من الكروميوم هاخد واحد من الاس وبعدين اخد واحد من الدي. لما اجي افقد 2 الكترون من الكبر هاخد واحد من الاس واخد برضه واحد من الدي. انت فاهم الكلام؟ انما اي اليمنت تانية هات مثلا اي اليمنت وليكن مثلا الفاناديوم 23 هتقول لي 4s2 3d 3 هاخد الاثنين لما باجي افقد 2 الكترون هاخدهم من الاس. خلاص شكرا.
فهمت القصه؟ يبقى الاليمنت اللي لما يجي يفقد 2 الكترون مش هياخدهم من اوربيتال واحد، هياخدهم من واحد هنا وواحد هنا، هو يا اما الكروميوم يا اما الكبر، فتبقى الاجابه بالنسبه لي كروميوم لان هو ده الموجود. لو كان الاثنين موجودين كنت اختار الاثنين. السؤال بعد كده رجعنا تاني لاسئله الايونيزيشن بوتنشال. سؤال فيري امبورتنت، ده مهم جدا. سؤال رقم 62 ده بيقول لك ايه السؤال ده؟ بيقول لك element X ومديك التيبل ودي من اول الفيرست لحد الفيفث ايونيزيشن بوتنشال. بيقول لك ممكن تقول لي الهايست اوكسيديشن ستيت للالمنت ده هيبقى مين؟ تعالى ناخد الارقام دي نحولها للرياكشن بروفايل اللي انا حكيت لك عليه، اللي هو ايه يعني ايه رياكشن بروفايل؟ اللي هو الدايجرام اللي احنا كنا لسه عاملين زيه من شويه. طب يا مستر ممكن نعمل الدايجرام؟ نعمل الدايجرام يا باشا اهو، ادي الدايجرام. هو بيقول لك الاليمنت الاولاني الالكترون الاولاني بيطلع ب 700 انرجي اهي، الثاني 1400 اعلى حاجه بسيطه، 3000 تقريبا اهو، بعد كده تقريبا 5000 اهو، بعد كده 13000. ده انا لو عايز اطلع فوق هطلع فوق كمان. يعني احنا ممكن للمصداقيه نقلل بس دول شويه كده علشان بس ايه يا عم، امسح بقى، امسح اهو، حلو. ادي المصداقيه. يبقى الاليمنت ده يا مستر اخر يلوز كام؟ ادي 1 2 3 4، اخر يلوز 4 بس، 5 ممنوع عشان بص الجامب حصلت. يبقى الفيرست والسكند والثيرد والفورث ايونيزيشن بوتنشال از او ار ايه لو، while الفيفث ايونيزيشن بوتنشال از فيري هاي. يبقى هو ما بيقدرش يفقد الاليمنت الخامس، الالكترون الخامس، يبقى اخره يفقد الرابع. عايز يخش مع الاكسجين، هدخله ازاي؟ هتقول لي ادي الاليمنت اكس بيفقد كام ماكسيمم؟ 4، لان هو بيقول لك انا عايز الهايست اوكسيديشن نمبر بتاعه يبقى شكله عامل ازاي؟ يفقد 4. والاو كده كده بالجين كام؟ بالجين 2. عرفت الكلام ده منين؟ المحاضره التاسيسيه الثانيه اللي هي هاو تو رايت الكيميكال فورمولا. لو ما شفتهاش كويس راجعها كويس قوي. هيبقى الشكل ده، هيبقى X2O4. قلت لك وقتها ما ينفعش ده، اعمل سمبليفايد 2 و4، اعمل ديفايد 2 يبقى XO2. وكل عام وانت طيب. يبقى تبقى الاجابه سي. فهمت؟ السؤال ده مهم قوي قوي، تروح في داهيه لو ما بتعرفش تعمل ايونيزيشن بوتنشال. اللي بعده سؤال ايونيزيشن بوتنشال نفس الفكره صح؟ تعالى نحلها مع بعض. برضه الفيفث هو اللي ناطط، يبقى اخر يلوز 4 صح؟ اخر يلوز 4 يبقى هعمل زي ده XO2 يبقى MO2. خلاص اتحلت، يبقى اول واحده. شفت يا باشا؟ لو انت عندك القدره انك تحول الكلام لرسم زي ده او تحول الرسمه زي دي لمعلومات، اسئله الايونيزيشن بوتنشال كلها بالنسبه لك هتبقى سهله. بالله عليك الاسئله دي احنا حاطينها علشان نتعلم قوي لو لا قدر الله جاب امتحان صعب، لو لا قدر الله يعني، بس ادينا بنتدرب على كل حاجه يعني. السؤال رقم 64 خلاص، ناقص 10 اسئله ونخلص، اقل كمان. السؤال رقم 64 بيقول لك ايه؟ مديك اليمنت. السؤال رقم 64 ده هتسيبه لان السؤال فيه معلومه ناقصه، ان كان المفروض يحط لي رقم الجروب على واحد من دول زي الاسئله اللي فاتت، فانا عدى 64. هات 65. وات از ذا اوكسيديشن ستيت في في بي يعني 5 بي بيسبب completely filled في السب ليفل اوف نوبل جاز. يعني كلمه نوبل جاز يعني هيخلي الاليمنت اللي في ال5 بي يلوز كل الالكترون اللي عنده مره واحده. تمام كده الحته دي؟ طيب 5 بي يعني اليمنتين. ال5 بي اديك اي اكزامبل زي مين؟ زي الفاناديوم. طب يا مستر الفاناديوم ماله؟ هتقول لي 4s2 3d3. اي اليمنت في ال5 بي يبقى يقدر يلوز الخمسه كلهم مره واحده، يبقى تبقى الاجابه 5 بوزيتيف. السؤال بعد كده نمبر 6 بيقول لك the first transition series في الاليمنت loses their electron from A then A. اي اليمنت في الفيرست ترانزيشن، سكند، ثيرد، فورث، اي حاجه بنلوز الالكترون من الاس الاول لان هي الابعد عن النيوكليوس، بعدين بنلوز الالكترون من الدي، يبقى بنلوز الالكترون from ال4s then ال3d، فتبقى الاجابه سي. السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه؟ the second ionization the second transition series of the periodic table. حلو كده؟ عندهم multiply في الاكسيديشن ستيت
وده بسبب ال very small difference of الانرجي between sublevel A and A. اي ترانزيشن element بيلوز الالكترون من الاس الاول بعدين الدي. حلو، بس هو هنا بيقول لي السكند ايونيزيشن. ادي السكند ايونيزيشن اهي. حلو، السكند ايونيزيشن بيلوز منين الاول؟ من الاس. بس انه اس؟ طب ما دي 4 دي، يبقى بيلوز من ال 5 اس، ال 5 اس الاول وبعدين ال 4 دي، عشان ده السكند ايونيزيشن. اما الفيرست ايونيزيشن كانت بتلوز من ال 4 اس وبعدين ال 3 دي، فتبقى الاجابه سي. استاذنك في خطا مطبعي في السؤال رقم 67، هتعدله معايا بدل 5 سي هتخليها 5 اس. شكرا. السؤال رقم 68 بيقول لك the following reaction حلو occurs from الجروب مين؟ بص الام عمل لوزنج لكام الكترون؟ يعني الام هنا هو بيقول لك ادي الام 0 اتحولت الى ام بوزيتيف بلس الكترون. ده معناه ان هو عمل لوزنج لكام الكترون يا دكتور؟ 1 بس. يبقى اولا مش ترانزيشن element، لان الترانزيشن element بسم الله الرحمن الرحيم بيبدا من رقم 2، ما بيعملش لوزنج ل 1 اصلا. يبقى معنى كده ان الاليمنت ده في جروب ال 1A صح؟ هل موجوده؟ لا. ايه ده؟ تعالى بقى ندور على الترانزيشن element الوحيد اللي بيلوز 1، هيبقى مين؟ جروب ال 1B صح؟ طيب اللي بعد ما يبقى انا ليه اخترت ال 1B؟ هو كان الاولى 1A، مفيش 1A خلاص يا باشا. يبقى احنا بنتكلم على ترانزيشن element، يبقى الكبر هو بيلوز 1 و2 و3، 1 و2 و3. اللي بعد منه بيقول لك ايه؟ we can obtain الاكسيديشن ستيت X7 positive of element of group A. مين الاليمنت اللي يقدر يفقد لحد 7 الكترون؟ هو مفيش غيره، الاليمنت اللي في الجروب ال 7B اللي هو مين؟ الام ان منجنيز. فين ال 7B؟ هتبقى الاجابه دي. السؤال بعد كده 70 بيقول لك which of the following ions when being oxidized produced as ion في الاكسيديشن ستيت 3 number. السؤال رقم 70 ده في برضه حاجه غلط. يبقى احنا كده كنسلنا كان هنا كان في سؤال رقم 64 كان في حاجه ناقصه، والسؤال نمبر 70 برضه في حاجه ناقصه. السؤالين فيهم حاجات ناقصه فتقدر تكنسلهم. ده خطا مني معلش وانا بكتب الملزمه. السؤال رقم 71 بيقول لك the oxidation state can exceed the number of الجروب A of an element of electronic configuration. الاكسيديشن ستيت كان اكسيد الجروب نمبر. اول ما تلاقي اكسيد الجروب نمبر اعرف ان انت بتتكلم على element في جروب ال 1B، هي الاليمنت الوحيده اللي بتقدر تحقق الشرط ده. يبقى انا عايز حد بينتهي بال 1B يعني الدي بتاعتي بكام؟ ب 10 والاس بتاعتي 1، فتبقى الاجابه اخر واحده دي. اخر سؤالين عندك A is 21 B is 39 الكترون element مالهم RA. بالمناسبه لما تيجي تفتح البريدكت تيبل 21 و39 هتكتشف اكتشاف عبقري جدا جدا جدا، الا وهو ان الاثنين تحت بعض. ماشي يا ريس. طب الاثنين تحت بعض في جروب ايه يا مستر؟ في جروب ال 3B. ادي الاليمنت X21 اللي هو الاسكنديوم، ادي الاليمنت B او الاي هنا ده مع سوري اللي هو 39 ده هيكون المين؟ اليتريوم اول واحد تحت الاسكنديوم. are different in A. طبعا هم تحت بعض، هم similar في كل حاجه الا حاجه واحده. ايه هو؟ الاوردر، الترتيب بتاعهم. يبقى هل هم زي بعض في الاكسيديشن؟ انا عايزهم مختلفين. يبقى هل هم مختلفين في الاكسيديشن؟ لا، هم زي بعض في الاكسيديشن. هل هم مختلفين في الترتيب بتاعهم كترانزيشن اليمنت؟ ده الفيرست ترانزيشن سيريز، الفيرست ترانزيشن اليمنت اللي هو سكانديوم. طب ده هيبقى كام؟ ده هيبقى العاشر. يبقى بالتالي هم فعلا مختلفين في الترتيب، هتبقى الاجابه بي. اخر سؤال عندك بيقول لك XY are transition element in which ال NS sublevel is not filled unless ال ND is completely filled. يعني ال S مش هتاخد الكترون تكتمل الا لما ال D تكتمل الاول. يبقى معنى كده في الاكسبشن في الكونفيجريشن يبقى انا برضه في ال 1B. يبقى معنى كده بيقول لك ان الاليمنت X حلو موجود على الاليمنت X located right to الواي، ولا الاليمنت واي located to right to الواي. طبعا ده غلط،
لان الاتنين متكررين. الماكسيمم اوكسيديشن ستيت اوف اكس واي اكسيد الجروب نمبر. والله اكسيد الجروب نمبر دي ممكن تنفع، ولا الاليمنت اكس والاليمنت واي موجودين؟ تعالى كده نشوفهم مع بعض ازاي. بص يا ريس، هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك اكس x y are transition element sub level in s sub level is not filled unless d is completely filled. Which statement is correct؟ يعني احنا بنتكلم على الاكس وبنتكلم على الواي. حلو؟ ماشي. which ال ns sub level is not filled مش هتكتمل الا لما الدي. مش هو بيقول ان الاثنين ترانزيشن اليمنت صح؟ لو فرضنا ان ده كبر وده زنك، هل ده ينفع؟ ما هو ده حقق الشرط ان ده هيملى الدي قبل ما ياخد الاس. صح، يبقى حقق الشرط. بس هل الاثنين دول ترانزيشن؟ لا غلط، يبقى ده ما ينفعش. طب هل ينفع اقول ان ده اللي قبل الكبر اللي هو مين؟ ينفع اقول ان ده نيكل وده هيبقى كبر؟ ايوه مظبوط. يبقى بالتالي بنقول ان الاليمنت اكس is located على الرايت سايد من الواي. مظبوط، لان اذا كان ده الاكس يبقى الواي لازم يكون قبل منه، علشان ما ينفعش انا اخلي ده اكس وده واي، انما ممكن ده اكس وده يبقى ده واي. فاهم قصدي؟ فتبقى الاجابه A and C are correct. وبكده نكون خلصنا السؤال رقم 73. اشوفكم ان شاء الله المره الجايه على خير. معلش طولت عليكم النهارده، حصه مهمه بس زي ما اتفقنا قبل كده ان البارت A وبارت B لازم تشوفهم الاتنين مع بعض. ما ينفعش ان انت تتفرج على حصه شرح وما تحلش الواجب بتاعها. بكده نكون خلصنا المحاضره الاولى كلها الحمد لله. والنور قطع وده شيء عظيم جدا. واشوفكم المره الجايه على الف خير.